علشان لو مشيت ورا كل الناس تعمله هتبقى ناجح بمعايير الناس، وهتبقى محقق اللي انت هتبقى محقق اللي الناس عايزاه مش اللي انت عايزه. انت في الاول وفي الاخر، ايه اللي خلاني مش راضي وانا في الجامعه؟ ان انا ادركت ان I have fulfilled someone else's dream. انا كنت ماشي ورا تشيك ليست حد تاني عاملها، او مجموعه من الناس عاملينها، او مؤسسه زي المدرسه هي اللي عاملاها، وانا بقيت ناجح بمعايير المؤسسه دي. هل انا شايف نفسي انسان كويس او شايف نفسي انسان worth it؟ لا، لان انا بعمل حاجه لحد تاني، مش بعمل حاجه لنفسي. أهلا بكم يا أصدقائي في بودكاست تأشيرة. أنا اسمي عمر العتر، وفي البودكاست دي أنا بتكلم مع ناس ماشية ورا حلمها إنها تسافر بره، وبسلط الضوء على الجوانب الإنسانية في رحلتهم. النهاردة معانا علي كريمة. كريمة من أوائل الطلبة في مدارس ستام في مصر اللي دخلت جامعة آيفي ليج، وقدر يتحصل على منحة أونسي ساويرس، وهي واحدة من أكتر المنح صعوبة في مصر. بس لو جينا سألناه، كريمة في الأغلب مش هيعرف نفسه بالإنجازات المبهرة جدا دي. ده لأنه في وسط انشغاله بأنه يوصل لحلمه للدراسة بره، كريمة ركز كل جهده على تحقيق حلمه من غير ما يسأل نفسه عن أسباب سعيه وراء الهدف الكبير ده. وبسبب عدم تحققه مسبقا من دوافعه وراء السفر والدراسة بالخارج، كريمة اتصدم بمجرد وصوله لأمريكا، ومن هنا بدأت رحلة اكتشاف ذاته خلال سنواته في الجامعة. أنا استمتعت جدا بكلامي مع كريمة وأعجبت بشدة صدقه مع نفسه. خلونا نسمع قصته. كريمة، أهلا بيك. اهلا وسهلا. أنا سعيد جدا جدا بوجودك معايا النهاردة، ومتشوق بجد أكتر نعرف عن مسيرتك الدراسة في أمريكا. أنت يعني للناس اللي بتسمعنا، أنا عادة ببعت زي فورم كده الناس بتقولي فيه عن الاكسبيرينسز بتاعتها، عشان يعني أبقى فاهم أكتر الموضوع عامل إزاي. وكريمة بجد بجد الكلام اللي بعتهولي مبهر جدا، واي ثينك ان في ناس كتير قوي النهارده معانا هتريزونيت مع الموضوع ده. فانا بجد بجد متشوق قوي اني اعرف اكتر عن مسيرتك. انت دلوقتي جونيور في يو بان. مظبوط. وصلنا ازاي هنا؟ وصلنا ازاي هنا؟ ده سؤال صعب قوي. انا بسأل السؤال ده لنفسي كل يوم والله. انا فعلا بسأل السؤال ده لنفسي كتير، اللي هو انا كل ما بقوم من النوم اصلا ابص شباك اوضتي، يعني انا بيبص على الجامعه كلها يعني. انا كل يوم بصحى اصلا ببص فاهم اللي هو انا فين، فاهم؟ وانا وانا ايه اللي جابني هنا؟ بس يا الموضوع بدأ ازاي؟ الموضوع بدأ، تحب اجيبها لك من جوه خالص ولا نجيبها من النص ولا نجيبها من بص قصتك، عايزك يعني ابدأ من المكان ماشي. اللي انت عايزه، اتكلم عن اي حاجة انت عايزها. That's the essence of the podcast، يعني عيش حياتك. ماشي بيرفكت اوكي. طيب انا الموضوع بالنسبه لي، يعني انا لما بحكي قصه ما بحبش ابدا من هاي سكول، عشان بحس ان ده بيقص جزء كبير قوي من شخصيتي ومن اللي حصل اصلا قبلها يعني. مهم. فتقدر تقول ان الموضوع بالنسبه لي بحب افكر فيه من طفولتي خالص، من اول ما كنت في ابتدائي واعدادي وكده يعني. انا كنت في مدرسه عربي اصلا. فانا اساسا يعني انا مش بس ما كنتش بفكر في موضوع السفر، انا ما كنتش بعرف اتكلم انجلش اصلا، فصباح الفل يعني. مم. فانا لحد ما خلصت اعدادي، تالتة اعدادي، انا كنت عادي يعني بيس يعني. انا كنت عايش في حته اندر ريسورس جدا، والموضوع كان صعب قوي يعني. كنت في العمرانيه، هرم شوت اوت لكل اولاد العمرانيه، الناس الجميله الجدعه اللي زي الفل يعني. بس فعلا الناس دي مش واخده حقها خالص يعني. المنطقه فعلا صعبه يعني. مم. وشفت ناس صحابي كتير كان عندهم بوتنشال ان هم يبقوا حاجه كبيره قوي في مجالات مختلفه مالهاش علاقه بستام حتى، بس لمجرد بس ان هم كانوا محطوطين في مكان مش موفر لهم ده. الموضوع كان صعب يعني. فانا ادركت at some point ان انا مش هينفع اكمل، لان انا حاسس ان انا عايز اعمل حاجه اكبر، بس انا مش عارف هي ايه بالظبط. ف يعني حسيت ان انا مش قادر اكمل في المدرسه يعني. وانا مم. كنت التيبيكال الطفل اللي هو بيطلع الاول، بيذاكر كويس قوي، مش عارف ايه الكلام ده كله يعني. فالموضوع ده كان دايما حاططني كده في الليبل بتاع ان انا الشخص اللي هو ايه كوت ان كوت سكسسفul يعني. مم. طبعا لما كبرت اكتشفت ان الموضوع ليه ابعاد اكتر من كده بكتير يعني، وهنتكلم في تفاصيل يعني. بس ان جنرال هي كانت الفكره العامه، فكره انه ان انا متفوق، انا مش عارف ايه، انا الكلام ده. فلما خلصت على اخر على يعني على تانية تالتة اعدادي كده، قررت ان انا اقدم على ستام، على مدرسه ستام. بس الموضوع كان سموث قوي يعني. الدنيا كانت ماشيه بسيطه خالص. انا قدمت واتقبلت ومش عارف ايه والكلام ده، والموضوع كان بسيط خالص يعني. بس بعد ما دخلت ستيم بقى بدات الدنيا بقى ايه. يعني انا بحب احس ان انا او لما بفكر في الموضوع بحس ان انا كل الاكسبيرينسز اللي حصلت لي قبل ستيم
كانت كلها حاجات مش هقول بتبريبير مي، بس in one way or another كانت هي بتساهم ان انا ابقى الشخص اللي هو مر بالتجربه بقى اللي حصلت في الثلاث سنين بتوع هاي سكول. لانه انا كنت دايما يعني وانا جوه ستام كنت فاكر ان اللي بيحصل في ستام هو منفصل عن اللي حصل قبلها او منفصل عن اللي هيحصل بعدها. بعد كده امم. اكتشفت ان الموضوع كله هو السيكونس، الموضوع بيفلو من ستيج لستيج، والحاجات بتجت كاريد اون، مفيش حاجه بتروح ومفيش حاجه بتفيد اواي يعني. بس اللي حصل في المدرسه، وانا بكلمك بصراحه بقى، انا مش بكلمك كلام انترفيوز يعني انا بتكلم كلام فاهم، كلام يعني. وفي كلام يمكن انا هقوله انا يعني في ناس كتير ما تعرفوش، او الناس اللي ما تعرفنيش بشكل شخصي ما يعرفوش الكلام ده خالص يعني. بس انا لما دخلت المدرسه انا جات لي حاله مش احباط، بس جات لي حاله احساس كده بالانهزام بعد ما دخلت، لان انا شايف الناس اللي حواليا ستان فيها دايفرستي كبيره قوي 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 يعني. احنا كان عندنا دايفرستي من ناحيه المحافظات اللي الناس دي جايه منها، دايفرستي من ناحيه السوشيال كلاس اللي كل واحد جاي منه، الباك جراوند، كل الحاجات دي يعني. اكتر حاجه طبعا بتبقى واضحه في الاول ان في ناس بتبقى جايه بتتكلم انجلش، ناس جايه من مدارس عربي، فبيبقى في الفرق ما بين الاثنين يعني. امم. وده الستيج دي قعدت معايا شويه يعني، ان انا حاسس ان انا يعني انا واحد من البيست فريندز يعني. انا ما اعرفش احنا كان المفروض نقول اسماء في البودكاست دي ولا لا بس خلينا كيب ات انونيمس يعني، لو ده افضل يعني. مفيش مشاكل آه خالص، براحتك. بس فهو واحد من اقرب الناس ليا يعني، وهو عارف القصه دي، لما يسمع ياخد باله يعني. كنا بنقعد نذاكر مع بعض، وكنا بنذاكر من ريفرنس كده كبير ومليان بقى كلام مكلكع، وانا ما كنتش بفهم اي حاجه في الطريقه دي من المذاكره، لان ما كنتش متعود على الطريقه دي اصلا يعني، وكانت اول مره ان انا ادرس اي سبجكت بالانجلش اصلا. فانا فاكر ان الموقف ده فاهم معلم في دماغي قوي، ان انا كنت ببقى قاعد جنبه واحنا بنقرا من نفس الكتاب على نفس الصفحه مش عارف ايه، وهو بيبقى بيجري فاهم، بيجري في الكونتنت، وانا فاهم انا مش، انا عمال اترجم الكلام ومش عارف ايه وفاهم مش فاهم انا اصلا اللي هو عارف لحظات اللي هو انا بعمل ايه اصلا وانا اللي امم. جابني هنا يعني. الناس دي كلها احسن مني يعني فاهم؟ وانا اكسبرت في موضوع الناس دي كلها احسن مني فاهم، اللي هو كل الناس اللي موجودين هنا كلهم احسن مني. الموضوع ده توكسيك جدا يعني، وللاسف لسه ما اتخلصت منه بشكل كامل يعني. امم. بس دي كانت ستام في الاول، اللي كانت التجربه اللي هو انا حاسس ان انا قليل، انا حاسس ان الناس اللي حواليا بشكل او باخر بتبرفورم احسن وهكذا. وانت يعني وبعدين as you reflect كده، وانت بتفكر دلوقتي على نفسك وقتها، ايه اللي كان مخليك حاسس الاحساس ده؟ طبعا الاحساس ده احنا كلنا يعني بنسميه يعني بعد ما بنستوعبه ده الامبوستر سيندروم. انك تبقى داخل مكان وحاسس ان كل اللي حواليك احسن منك، بيفهموا احسن منك، او هم inherently احسن منك في حاجات كتير، وانت مش كده، او مش تعرف توصل للمكان ده. فهمني اكتر، ليه انت كان جالك الاحساس ده؟ طيب. والله بص، انا اعتقد ان هو كان بير بريشر بنسبه كبيره يعني. في حاجات يعني، في حاجات كانت فعلا حقيقيه، ما كانش مجرد ان انا بوهم نفسي ان الناس دي احسن مني يعني. في حاجات هي حاجات امبيريكال، هو الشخص ده جاي من باك جراوند كان بيدرس انجلش، كان بيتعلم بالانجلش، انا جيت مره واحده انا مش فاهم حاجه، وانا فعلا بيهايند بالنسبه له. فدي كانت حاجات طبيعيه، بس الفكره الموضوع بيبقى سيء لما بيكسباند عن السكوب بتاعه يعني. الموضوع بيخرج بقى من حته ان انا عندي اكس كواليتيز، الشخص التاني عنده اكس بلس 1 كواليتيز في الفيلد المعين ده، في المجال ده، في الحته دي، وبيجي اكسباندد بقى انه ايه، انا وحش وهو حلو بس في كل حاجه فاهم. امم. والمدرسه انا شايف، انت كنت بتقول ايه الاسباب بتاعت حاجه زي كده. انا شايف ان الانفايرمنت اكتر حاجه، طبيعه العلاقه. انت حاطط 150 تينيجر في دورم، وبتقول لهم اتعاملوا فاهم. امم. المدرسه ما كانش فيها المدرسه عارف اللي هو فكره حلوه قوي، بس ما فيش اي حد فكر انها محتاجه مينتننس امم. هم فكروا ان احنا عايزين نعمل ايه، عايزين نطلع ناس بتفهم مش عارف ايه. طب هنجيب ناس كويسه بكرايتيريا تخليهم كانوا يا اما دحيحه، يا اما ناس بتذاكر جامد، يا اما كذا يا اما كذا قبل ما يخشوا المدرسه، بحيث ان هم يخشوا ونحطهم مع بعض بقى ونعمل لهم كام حاجه كده وبتاع، وهم بقى they will thrive one way or another يعني. امم. ما حدش فكر في الابعاد السايكولوجيكال للموضوع، ما حدش فكر الموضوع هيكون مؤذي ازاي، انك تبقى محطوط وسط ناس بعد ما انت اتعودت انك تبقى احسن واحد، انت محطوط وسط ناس كلهم متعودين ان هم يبقوا احسن ناس، فده بيعمل سيجريجيشن فظيعه يعني. الموضوع فعلا بيتحول لباترن بعد كده يعني. انا اللي بحكي لك عنه ممكن يبان ان هو تجربه شخصيه، انه انا حسيت ان انا امبوستر، انا حسيت ان انا مش كويس، بس انت لما تفكر في الموضوع ولما تبص على الموضوع على سكيل اكبر شويه،
هتلاقي انه لا كل دفعه بعد ما بتخش يعني انت بشكل او باخر انت بتحول الناس اللي كانوا كلهم توب كلاس بتدخلهم في مكان واحد، وبيعملوا مم. بيل كيرف كده نورمالي ان هم منهم ناس بتروح سكه وحشه قوي 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 قوي، مش بس اكاديميكلي وعلى حاجاتهم they lose the meaning of life كاملا، فاهم؟ بسبب ان هم خلاص هو بيجرب مره حاجه بيفشل مره اتنين تلاته، شايف الناس اللي حواليه بتنجح فيها هو مش عارف، والحاجه دي بتبقى حاجه اصلا بيورلي اكاديميك، يعني ما ينفعش ان هي تديفاين حياته كلها. وهي بس هو المشكله بما هنا ان الناس بتبقى جايه اساسا متعوده ان واحد هي واصله السيلف وورث او قيمه ذاتها بالاكاديميكس او بنجاحها في الاكاديميكس، وعاده بتبقى الناس ما اتعودتش ان هي تفشل. يعني عاده بتبقى زي ما انت قلت، انت جايب يعني احسن طلبه في كل المدارس الموجوده في مختلف المحافظات في مصر. ف ف فلما حد بيجي يبقى في البوتtom بتاع البيل كيرف اللي انت بتقول عليه ده، اللي هو ستيل حاجه عاليه جدا، ده اللي بيحصل في الاخر. ده حقيقي. وللاسف بقى كمان يا عمر، هو انا يعني انا اكتر حاجه بتزعلني ان هم مش بس بيبقوا عند بottom اوف ذا بيل كيرف من ناحيه ان هم بيبقوا اكاديميكلي مش عارفين مثلا يعني يبقوا بيكاتش اب مع السرعه بتاعت التدريس في المدرسه او سرعه الاكاديميا او وات ايفر. الموضوع بيتحول ان هم بيبقوا اكستريم بتاع ان انا مش مهتم وان انا مش هعمل وان انا مش عايز وان انا مش في دماغي، مم. لدرجه ان هم بيرجعوا اوحش بكتير جدا قبل ما يخشوا المدرسه. يعني هم بيرجعوا ان هم في ليفل بقى اللي هو بقوا اوحش من الناس اللي هم كانوا بيقولوا عليهم وحشين وهم في ميدل سكول هم، فاهم؟ فالموضوع مم. بينزل تحت خالص يعني. وانا مم. شايف ان المدرسه بتلعب دور كبير في ده، لان باي المدرسه انا قصدي الاداره يعني او الادمنستريشن، لان مم. مفيش اي نوع من انواع الدعم النفسي او مش بس دعم، انواع حتى يعني مراقبه نفسيه ممكن تسميها، لو عايز تسميها كده. ما حدش ياخد باله اللي بيحصل، فاهم؟ هو مم. بيحطكوا وانتوا بتتعاملوا يعني. لكن انا لما جيت هنا الجامعه وحكيت لاصحابي اللي هنا بقى اللي انا عملتهم هنا على التجربه اللي كانت حاصله في المدرسه، كلهم اجمعوا قالوا لي انت كنت في سوشيال اكسبيرمنت، ده ما ينفعش تبقى مكان حقيقي، ده انت كان بيتعمل عليك وفيلم يعني، فاهم؟ ف مم. ففعلا وانا جاي لك في الكلام، يعني فعلا المدرسه كان فيها حاجات انت لما تبص عليها تقول ده اكيد ده ما ينفعش يبقى حقيقي، يعني ده اكيد يعني سميها زي ما تسميها بقى تجربه بيعملوا لك اختبار حاجه كده يعني، فاهم؟ مم. ف... فيعني فكره البير بريشر، فكره ان الناس كانت فاكره دايما ان انت قيمتك ان انت بتعمل ايه، فاهم؟ ففي سنه اولى مثلا الترم الاول انت قيمتك كلها ان انت كان عندنا كل سمستر ده الكابستون بروجكت ده، اللي احنا كل سمستر بنعمل بروجكت المفروض ان هو بيساهم ان هو يحل واحد من مصر، يعني بيسموها اللي هو الجراند تشالنجز بتاعت مصر. فسمستر بنعمل حاجه عن الانرجي، سمستر بنعمل حاجه عن مش عارف الاجريكلتشر، حاجات كده يعني. ف... فاول سمستر ده بيبقى اهم حاجه لان هو الحاجه الجديده، فاهم؟ فانت ايه الجديد عن الميدل سكول؟ هو الكابستون. فيبقى انت اول سمستر اللي هيديفاين انت كويس ولا لا، الكابستون بتاعك وبتاع الجروب بتاعك حلو ولا وحش، او هيتقيم كويس ولا لا، او هيفشل ولا هيبقى من احسن الحاجات اللي في الدفعه وهكذا. فده بيبقى اول فلتريشن، ودي بتعمل بيل كيرف برضه لان انت بتقيم ناس. يعني ما هو اللي بيقيمك هو اللي بيقيمني، هو اللي بيقيم الجروب ثلاثه وهو بيقيم الجروب اربعه، فهو بيقيم مم. الناس with respect to each other، مش بيقيم الناس objectively كده. فده هيخلي طبيعي ان في ناس تحت وناس فوق. فده مم. بيبقى اول قطمه يعني اول يعني شك بشكل او باخر يعني. مم. وهتلاقي فاهم، وكل فيز بقى او كل ستيج من ستيجز المدرسه الناس بتفكر في حاجه او بتمسك في حاجه ان هي تديفاين هويتهم كلها وشخصيتهم وهكذا يعني. وانا بصراحه مش بحب الوم الطلبه قوي يعني على حاجه زي كده، علشان ما اعرفش، انا شايف ان هو يعني تو هارش ان انا احط ريسبونسابيلتي كبيره زي كده على حد عنده 15 او 16 سنه، فاهم قصدي؟ مم. فالموضوع بيبقى شويه اكستريم يعني. بس فكل ستيج في حاجه بتديفاين الستيج بتاعتها يعني. وانا زي ما قلت لك انا شايف البير بريشر فكره ان انت يعني هو يا ريته كان بي بريشر من الطلبه، هو بي بريشر من المدرسين، بي بريشر من الستاف، بي بريشر من الطلبه اللي اكبر منك والطلبه اللي قدك والطلبه الاصغر منك. لما بتكبر انت محطوط في بيئه هي بتتشانل يو انك في سرب كده، احنا ماشيين قطيع ناحيه حاجه معينه، انت لازم تمشي معانا عشان تبقى بتعمل الحاجه الصح، تبقى بتعمل الحاجه اللي بتساتسفاي البيربز بتاعك يعني. مم. بس وده كان جزء كبير قوي 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 من شكل شخصيتي بعد كده، لان انا تقدر تقول ان انا بعد ما دخلت يعني انا تقدر تقول ان انا القرار الوحيد اللي خدته بشكل كونشس ان انا عايز اخش المدرسه. بعد ما دخلت المدرسه يعني ده كان اخر قرار خدته بارادتي،
من بعد مم. ما دخلت المدرسه لحد ما دخلت الجامعه تقريبا 90% من القرارات اللي خدتها في حياتي كانت مبنيه بالكامل على ان الناس بتعمل ده، فانت لازم تعمل ده عشان الناس بتعمل ده، حتى وان مم. كنتش انا مدرك ده ساعتها يعني. وده كان شيء طبعا شيء سيء جدا يعني. انت خلاص، انت ما فيش بقى، انت ما فيش ايدنتيتي، انت ماشي زي ما الناس ماشيه علشان ده اللي المفروض يتعمل، فاهم؟ ف... فده كان باظ الدنيا خالص يعني. ده في كل حاجه على فكره، مش يعني مش بس في الحاجات الكبيره زي مثلا ان انا قدمت على الجامعه عشان الناس تقدم على الجامعه، طبعا ده كان مانيفستيشن بتاع الموضوع يعني. لكن في حاجات تانية كتير كان باين فيها الاثر ده، زي مثلا زي مثلا الافكار اللي كنا بنعملها في الكابستون بروجكت ده، رغم ان المفروض ان هو حاجه فري وكرييتيف وانجينيرنج ومش عارف ايه، الافكار كلها كانت بتكونفيرج على افكار معينه، لان دي الافكار اللي بتنجح، دي الافكار اللي بتاكل عقل المقيم اللي هيجي يقيمك ده. مم. فبيتحول الموضوع خلاص، انت بعد يعني بعد سنه ونص، انت زي ما بيحصل في حاجات كتير للاسف، انت بتخسر الواي بتاعتك وبتركز في الهاو. مم. انا خلاص، انا مش بفكر بقى ان انا عايز احقق نفسي، انا عايز احقق ذاتي، انا في حلم عندي عايز اعمله، انا عايز افيد فلان، انا عايز اعمل حاجه لنفسي. لا، انت بتحول كل تفكيرك كله ازاي اعمل ده. وعشان كده انت هتلاقي نفسك، انت برضو اعتقد انت هتربط حاجه زي كده، اغلب الناس اللي هتسالك على موضوع السفر وكده وانت شغال في الموضوع ده بقالك فتره يعني، هيبقى الموضوع كله ازاي اسافر، ازاي اجيب سكور، ازاي اعمل كذا، ازاي اعمل كذا. هتلاقي ان النسبه قليله جدا اللي بتسال ليه. يعني انا عمري ما حد يجي يسالني وقال لي هو انا ليه ممكن اكون مش حابب اسافر مثلا، بيتكلم معايا في حاجه زي كده، ما فيش يعني. هو التركيز كله بيبقى على السبيسيفيكيشنز بتاعت الموضوع يعني، فاهم؟ وده مم. بيبقى اثر كبير قوي للبريشر، لان البريشر بيخليش عندك وقت تقف وتفكر. البريشر بيقول لك مم. يلا اجري اجري عشان تلحق تخلص، فانت بطبيعه الحال ما عندكش وقت ان انت تقف ترفلكت او تقف تعمل حاجه زي كده يعني. مم. بس فانا ده اللي حصل لي يعني. انا دخلت المدرسه، قبل ما اخش المدرسه اصلا I was an introvert جدا يعني. ولما دخلت المدرسه بشكل او باخر حسيت ان being an introvert دي حاجه عيب او حاجه غلط، فانا مش ما ينفعش ابقى introvert. فانا باي بي بريشر برضو بدات ان انا اكسر ده، وان انا اعمل. طبعا ده كان ليه بوزيتيف سايد افكتس كتير قوي يعني، بقيت بعرف اتكلم، بقيت بعرف اعبر عن رايي، بقيت بعرف اعمل كذا اعمل كذا. بس in general عارف اللي هو يسموه ايه، اللي هو انت جايب يعني الاجابه الصح بس ابروتش غلط تماما. فانت اللي هو مم. عارف تاسك فيل سكسسفولي. فاللي هو انت فاهم اللي هو انت يعني انا بعمل ايه، فاهم؟ اللي هو انا بوصل لحاجه كويسه ماشي، بس البروسيس فيها حاجه غلط. مم. ودي اصلا معضله انا فكرت فيها كتير قوي، انه هل فعلا المدرسه محتاجه انها تغير الابروتش بتاعها عشان تغير الطريقه اللي الطلبه بتطلع بيها منها، ولا هي لازم تتساب زي ما هي كده واللي يحصل يحصل بقى، فاهم؟ واللي هو البقاء الاقوى يعني. بس دي فكره مم. برضو يعني كرول قوي، مم. وكرول قوي على اطفال، انت بتعمل كده في اطفال، فالموضوع صعب يعني. انت اتكلمت عن الواي كتير، وفكرة الواي دي بصراحة، انا برضو اي حد بيجي يكلمني بالذات مثلا لو حاجة ليها علاقة بالميجر او حاجة ليها علاقة باختيار الجامعة او حاجة، آم، دايما سؤالي بيبقى ليه انا عايز ادخل هندسة. هل انت تعرف اصلا ايه هي الهندسة؟ هل فاهم ابعاد الهندسة ايه؟ هل فاهم بعد ما تتخرج هتشتغل ايه؟ هتبقى مع ناس شكلها عامل ازاي؟ الاسئلة دي كلها for some reason مش يعني، حتى في حاجة زي ستيم مدرسة يعني فعلا الكريم de la crème فيها في البلد بيروحوها يعني، فعلا اكتر طلبة متفوقة في البلد بتروح. وستيل حاجة ببساطة إن هم يقولوا لهم يا جماعة أنتوا فكروا في ليه، واي، الواي بتاعة الموضوع زي ما أنت بتقول، مش بتدرس أو مش حاجة بنعلمها للولاد. ف ف يعني قول لي أنت لو تقدر تنصح نفسك أو تنصح حد في سنك وقتها في حاجة زي دي، هتقول له إيه؟ هتقول له إيه بالظبط، بالذات في موضوع الواي؟ والله سؤال جميل. يعني انا بفكر في نفسي كده يعني في الوقت ده، اعتقد اهم حاجه ان هي تتقال في وقت زي ده، انه اهدى. انت ما حدش بيجري وراك، انت ما حدش انت وقتك بتاعك، انت ما حدش مستني منك حاجه. انت ما تاخدش قرار عشان ترضي حد، حتى وان كان الحد ده هو مش حد انت واخد بالك منه او شايفه. زي انك مثلا تخش كليه كذا عشان باباك او مامتك. ممكن الحد ده يكون صوت في دماغك، والصوت ده فيك، هو اتكون نتيجه ضغوطات كتير قوي انت مريت بيها، انت مش حاسس بيها دلوقتي، وممكن تكون مم. انت مش قادر تستوعب حاجه زي كده دلوقتي. بس خلي بالك علشان القرار اللي تعمله دلوقتي ده هيأثر على حياتك قدام. و... مم. ويعني بشكل او باخر
خد نفسك، فاهم؟ اقف خد نفسك واتكلم مع ناس اكبر منك. انا شايف ان ده خطوه شديده الاهميه. اتكلم مع مم. الناس اللي سافرت، ولما تتكلم مع الناس اللي سافرت دي اسالهم انتوا ايه اللي مضايقكم، ايه اللي تعبكم، ايه المشاكل اللي في حياتكم، ايه الحاجات مم. الصعوبات، ايه التحديات اللي واجهتكم، طب وعديتوا منها ازاي، وايه الحاجات اللي ما مم. عدتش منها، وايه الحاجات اللي مش عارف تتخطاها، علشان مم. تبقى عارف انت داخل على ايه. انت مش داخل جنه. مم. وانا ده اللي حصل لي. انا كنت فاكر ان انا مسافر، وكنت فاكر ان انا فعلا داخل جنه. انا فاكر يعني كونفرسيشن كده انا خدتها مع اتنين صحابي برضه، منهم حد قعد في مصر وحد سافر، وسافر جامعه يعني محترم قوي يعني. وكنا قاعدين بنتكلم على فكره هل لما نسافر كل الليرنينج بروسيس هتتحسن جدا جدا جدا، بسبب ان احنا هنبقى بندرس تحت ايد بروفيسورز كويسين، او بروفيسورز ناس ليهم اسم في المجال بتاعهم. وانا كنت متبني الراي بتاعي انه طبعا احنا خلاص، احنا بنعافر عشان نخرج من المدرسه اللي هي قد يكون فيها مشاكل في كواليتي المدرسين وكده، علشان نروح بقى المكان بقى الجامد قوي بقى اللي هيبقى فيه كل حاجه. فانا كنت شايف كده، انا كنت شايف انه طبعا يعني هو ناس، يعني لما بيدرس لي واحد واخد بي اتش دي من هارفارد، ولا واحد معاه ماسترز ما اعرفش من كولومبيا، طب ما طبيعي يعني ان انا هيبقى مستوى التدريس والمستوى التعليم هيبقى مختلف تماما يعني. الولد التاني اللي سافر معايا ده كان شايف ان لا، كان شايف انه الموضوع ملوش دعوه بالبيئه. الموضوع كله ليه دعوه بيك انت لو عايز تتعلم هتعلم هنا وهنا، لو مش عايز تتعلم مش هتتعلم هنا ولا هنا. وانا بدات اشوف المنظور بتاعه ده جدا يعني في اليومين اللي فاتوا بالذات، في السمستر اللي انا فيه حاليا بالذات، لانه مختلف قوي يعني. لما نتكلم عن الجامعه اكتر هنجيله يعني. بس مم. فرجوعا لسؤالك، عشان بس انا بتسحل كتير في الكلام يعني. فرجوعا لسؤالك، هي النقطه الاساسيه بالنسبه لي هي اقف خد نفسك وبالراحه. انت ما فيش حد والله بيجري وراك. انت فعلا، انت وانت واقف دلوقتي، انت فاكر ان انت الوقت لو عدى عليك مش هتلحق، وفاكر ان القطر هيفوتك. بس صدقني اوقات ان القطر يفوتك احسن ما تركب قطر غلط. انت ممكن تقف تستنى في بالظبط. المحطه، هيعدي عليك قطر اتنين تلاته، لما يجي القطر بتاعك يبقى اركبه. لكن ما تنطش في اي قطر عشان شايف الناس حواليك بتركب وخلاص. وشوف مم. الفكره ازاي ابزورد لما تفكر فيها كده، مع انها في ارض الواقع بتبقى باينه ان هي منطقيه قوي. اه انا لازم اسافر، اه انا لازم لا مش لازم، معهاش قال مم. لازم. انت مفيش اي حاجه انت لازم تعملها. انت مم. لازم تبقى راضي، ولازم تبقى عارف ايه اللي بيخليك راضي عشان تعمله. مم. مش انك لازم تعمل حاجه فلانيه عشان هي بتخلي الناس مبسوطه، او عشان هي بتخلي الناس سعيده، او عشان هي تخليني شخص اذكى، او عشان هي تجيب لي فلوس اكتر. صدقني انت لو عندك انكزايتي، ولا لو عندك ديبريشن، ولا لو عندك اكزيستنشال كرايسيس، وانت معاك فلوس الدنيا كلها، ولا هيفرق معاك حاجه يعني. ومش بس مم. فلوس يعني، لو معاك برستيج، لو معاك اسم حلو على الريزومي، لو معاك كذا، ولا حاجه يعني. وبالذات اللي اغلب الناس اللي بتسافر من المدرسه عندنا اغلبهم يعني بيطلعوا على كمبيوتر ساينس، رغم ان مم. الكمبيوتر ساينس من الكليات القليله جدا اللي لو دخلتها في مصر هتتخرج جامد جدا، وهتعمل اللي انت عايزه، وممكن تسافر بره كمان بعد ما تتخرج. فاللي هو مم. يعني انت فعلا، لو انا فعلا يعني، انا دلوقتي واحد اهو جونيور يير، بقدم على الشغل وحاجات في مصر، بحكم احنا بنيجي الموضوع برضو السكولرشيب والكلام ده، بس بحكم ان انا السكولرشيب بتاعتي لازم انزل مصر بعد ما اخلص جامعه. فانا مم. تركيزي كله على مجال الشغل، على الحاجات اللي في مصر مش الحاجات اللي هنا. مم. والناس اللي انا بابلاي معاها ناس تقيله قوي يا جماعه. انا مش داخل بقلب جامد بقى انا اللي خريج من بين وانا اللي هتقبل عشان انا جامد. الناس فعلا تقيله. الناس انا بروح اكلمهم عشان يدوني نصايح تكنيكال في الحاجات اللي انا بذاكرها، لان لا فعلا. الناس في مصر في كمبيوتر ساينس يعني انا حتى طول عمري بفكر لو انا فتحت ستارت اب هنا definitely هاوت سورس الكمبيوتر ساينس تالنت من مصر بجد. الدماغه اللي شفتها في مصر لا مش طبيعيه، والمشكله كلها في الريسورسز، مش مشكله في الطلبه جامده ولا لا. الطلبه فور شور جامدين، ولا بلاقي تالنت مش طبيعيه ما شاء الله يعني. ده حقيقي، ده آه حقيقي. يعني بس فانت دلوقتي دخلت ستام، حاسس ببير بريشر كتير، حاسس مش بس من الطلبه، من المدرسين، حاسس ان انت for lack of better words انت ما يعني مش انت اللي ماسك زمام حياتك، انت بتقاد، او انت في حد في حاجه هي اللي بتمشيك، و, و والى حد كبير مش بتختار معظم اختياراتك. انت دخلت المدرسه وماشي ماشي في الحلقه زي ما كلنا ماشيه. لقيت الناس بتقول يلا نقدم على بره، لقيت الناس بتقول الاي فيز جامعات كويسه. عملت ايه بعدها؟ يعني فهمني كده انت بعد الكلام ده كله ايه اللي حصل؟
فضلت فضلت بريشر وكملت بقى اكتر. يعني فاهم، إمم. اللي هو مفيش حاجه اتصلحت، انا ما كنتش اوير ان ده بيحصل. كان في لحظات كده والله صغيره، كنت بقعد فيها مع اصحابي كده اقول لهم هو احنا بنعمل ايه يا جدعان، ما صباح الفل يعني. بس ما كانتش برضو بتيجي من منظور اللي هو ايه ده، هو انا مش ببحث عن معنى حياتي بجد ولا ايه. كانت بتبقى حاجات زي اللي هو ايه ده، هو احنا مش بنذاكر كتير قوي للاي سي تي ليه، احنا المفروض نكون بنشد اكتر من كده، فاهم يعني. كانت برضو حاجات في الهاو مش في الواي خالص يعني. ف أيوه، أيوه. فيعني اللي عملته بعد كده ان انا كملت بقى خلاص، كملت في نفس السكه. كنت فاهم مع بدايه سنه تانية بدات بقى اقرر ان لا انا لازم اسافر، لازم اعمل مش عارف ايه. فبدات ان انا اخدت الاي سي تي ساعتها، ويعني بشكل فاني يعني. انا يعني الناس اللي تعرفني من مصر، اغلب الناس اللي تعرفني من مصر عارفاني من السي سي سي اللي هو الكومبetitive كوتش كلوب، وانت نفسك اعتقد عارفني منه يعني بشكل او باخر. إمم. من الحاجات المضحكه يعني ان انا لما قدمت اصلا على السي سي، انا اترفضت. واترفضت ميزربلي، مش اترفضت بشكل طبيعي يعني. انا اترفضت من الابلكيشن، انا ما خدتش انترفيو اصلا. إمم. وبعد كده لما اخدت الاي سي تي وجبت سكور، حصلت بقى بروسس تانية وبعد كده دخلت. إمم. والفاني انف بعد كده لما البروسس التانية دي جت، يعني حصلت بروسس تانية وحصل لي فيها انترفيو واترفضت برضو، وبعدين قدمت تاني واتقبلت. فالمهم ان إمم. البروسس اللي هي اترفضت فيها في الانترفيو دي، اللي كان عمل لي الانترفيو ناتالي عزيز. ناتالي دلوقتي هي سينيور في يوبان، وهي اللي إمم. عملت لي الانترفيو في سي سي ساعتها، وكانت سينيور في هاي سكول ساعتها. وبعدين بقت ماي منتور بقى، ومشيت معايا في البروسس والكلام ده يعني. إمم. ف دخلت سي سي سي، وده كان برضو جزء كبير من الحياه وقتها يعني. ان انا كنت برضو ساعتها شايف ان انا لو ما دخلتش السي سي سي فانا شخص فاشل، لان الناس كلها لازم تخش السي سي سي عشان تعرف تسافر. لان انا الحياه من منظوري وقتها هي كلها تشيك بوكسز، هي كلها انا لازم اعمل ده وبعدين اعمل ده وبعدين اعمل ده، ولازم اوصل للريزلت اللي اي حد بيعمل الحاجات دي لازم يوصل لها. ولو إمم. ما وصلتش انا هعمل اي حاجه عشان اوصل. انا اي حاجه هتيجي قدامي هتساعدني ان انا اوصل للحاجه اللي انا عايزها انا هعملها، الليجل فوق تحت هعملها، فاهم. إمم. فده كانت وجهه نظر. الحمد لله ما اضطريتش اعمل حاجات الليجل يعني. بس دي كانت وجهه نظر ساعتها، ان انا فعلا مش مهم، مش مهم انا بنام كويس ولا لا، مش مهم انا صحتي عامله ازاي، مش مهم انا جسمي عامل ازاي، وزني، اكلي، شربي، لايف ستايل، صحتي النفسيه والجسديه، مش مهم. المهم ان انا لازم اسافر باي إمم. شكل كان يعني. طب احكِ لي، انت اتكلمت عن الCCC وقُلت ان الناس كلّها شايفة إنك لازم تدخل الCCC عشان يعني تعرف تسافر وتتقبل. آمم وناس كتير بعد ما بتخش CCC بتقول لأ، ده مش الcase. وأنا أعرف ناس شخصيًا ما دخلتش CCC خالص وسافرت. فهّمني أكتر ليه في هوس شديد أوي بالCCC، وليه الناس شايفة إن ده المكان اللي أنت لازم تدخله عشان تسافر؟ والله هو المدرسة عندنا بينتشر فيها قوي الإشاعات، أو بينتشر فيها قوي الكلام اللي هو العايم ده، اللي هو ملوش مصدر، بس كل الناس بتردده وخلاص، فاهم. يعني أنا يعني أقول لك على حاجة مثلا، حاجة تبان عبيطة قوي يعني، بس أنا لغاية اللحظة اللي بكلمك فيها دي، في ناس في المدرسة فاكرين إن أنا غشيت في الاي سي تي بتاعي، إمم. اللي انا جبت في اخر ترايل اللي قدمت بيه على الجامعه يعني. ومش بس غشيت، هم متاكدين ان انا في مدرس بعينه في المدرسه، لان انا كنت واخد الاي سي تي في المدرسه عندنا يعني، كان هو التست إمم. سنتر. فهم شايفين ان في مدرس فتح لي التايم بتاع الريدنج عشان اقعد براحتي واحل، وانا بس مش بقيه اللجنه حتى، إمم. وخلصت وجبت السكور. ودي كانت قصه انا سمعتها من الناس بجد. ده إمم. مش كلام كده، ده كلام كان بيتكرر وبيتحكي بنفس النص من اكتر من سورس من الدفعات الاصغر مني. إمم. فلو حاجه زي كده قدرت ان هي توصل وتاخد الزخم ده كله، ليه لا ان احنا نفكر ان السي سي سي هو اللي بيصفر، فاهم. هو مفيش منطق. هو انت بتشوف حد راح السي سي سي وسافر، بتسمع ناس، هو المدرسه كلها المين انجن بتاعها هو فير اوف ميسنج اوت. الناس إمم. كلها مرعوبه ان يحصل حاجه هي مش شايفاها، هي مش واخده دور فيها. إمم. فكله بيجري علشان يلحق مكانه في التورتايه الحلوه اللي احنا بنتكلم عنها دي، مش عشان انا عايزها، عشان انا مش إمم. عايزها تفوتني بس. فانا ما إمم. ينفعش افوت اي opportunity. فبقيت السي سي سي بالمنظر ده خلاص بقى. بقت مجرد يعني زي بلاتفورم، انت لو دخلتها هتنجح، لو دخلتها هتسافر، فاهم. إمم. فالناس بقت تفكر في الموضوع بالشكل ده. اعرف ناس كتير ما دخلتش وسافرت، اه طبعا. اعرف ناس كتير دخلت وما سافرتش، اه طبعا. بس إمم. ما بيتبروزوش. اللي بيتبروزوا اللي دخلوا وسافروا. آم، اللي بياخد اللي بياخد السوشيال برستيج، واللي بياخد البوزيشن، واللي بيبقى معروف عند
ناس معينه ماسكين مناصب معينه في CCC هم الناس اللي في CCC مش الناس اللي بره. مم. فالناس بتبقى فاكره بقى ان هو انا لما اخد ريكومنديشن ليتر من فلان او فلانه انا كده هسافر خلاص، انا كده في بيس يعني. وده طبعا قله اويرنس بالبروسيس مع ديسبريشن. الشخص لما بيبقى يائس بيدور على اي حاجه، يعني اي حاجه يمسك مم. فيها يعني. مم. ف... فده كان السبب، يعني ده كان السبب، وده السبب اللي انا شخصيا قدمت على CCC عشان انا كنت برجع الويك اند الاجازه اتكلم مع اهلي اقول لهم انا لازم اخش الكلاب ده. الكلاب ده بيسفر، الكلاب ده الناس مم. بتخش وتسافر ازاي بقى مم. ما اعرفش، بس هم الناس تخش وتسافر خلاص انا لازم اخشه. وحرفيا مم. كان كله بيور لي بالنسبه لي. ليه صحابي اللي انا ببات معاهم في المدرسه وبناكل مع بعض وبنشرب مع بعض، ليه هم احسن مني؟ ليه هم يخشوا حاجه زي كده انا ما اخشش؟ فاهم؟ مم. كنت بقعد اتكلم معاهم، حتى هم بيقعدوا يتكلموا عن الجامعات ومش عارف ايه. منهم ناس كانت باشنت بجد، منهم ناس كانت بتعمل كولج ريسيرش من وهي في اولى ثانوي، كانت ناس فعلا عايزه الموضوع ده وحاطاه في دماغها. والناس دي هم مم. دلوقتي هم فعلا انجح ناس واكتر ناس استفادوا بالتجربه مم. اكاديميا وكحياه عموما يعني. فانا كنت بشوف الناس دي، فاهم اللي هو ليه انا في مواقف، انا بضحك على نفسي ان انا في مواقف لسه فاكرها بالكلمه. حاجات كانت صغيره ماينر قوي بس انا لسه فاكرها بالكلمه. يعني مثلا يعني كان في حد جه قال لي انه كنا قاعدين بنتكلم على الجامعات وحاجات زي كده، وبعدين في حد جاب سيره الاماكن بتاعت اللي فيها انجينيرنج كويسه وحاجات زي كده. فانا قلت لهم انا كنت بتكلم مش عارف إيه، وكل واحد عمال بقى يرمي اسم جامعه وبتاع، فانا عايز بقى اشارك في الحوار يعني. مم. فقلت لهم UC بريكلي كويسه ومش عارف ايه. فواحد قال لي انت هتقدم على UC بريكلي؟ فقلت له انا فاهم كده يعني. فراح قال لي بس دي ما بتديش سكولارشيبس مش عارف ايه الانترناشونال زي بقيه الجامعات، ودي بابليك كلام كده يعني. ف... فانا ما كنتش عارف اي حاجه من الكلام ده اصلا. ف... مم. فقلت له ايه ده بجد مش عارف ايه وبتاع. بس طلعت الاوضه بقى قعدت اسال نفسي هو انا ليه وحش؟ هو انا ليه كل الناس دي احسن مني؟ هو انا ليه مش بقى يعني مش ببارتيسيبيت في الفيلد ده زيهم كده؟ هي كلها فير اوف ميسنج اوت، وهو ده اللي بيحرك الناس كلها. فده بيفسر جدا موضوع CCC يعني. مم. جميل، دخلت CCC. دخلت CCC وبقيت فايس بريزident في CCC كمان، مش بس دخلت يلا يا عم. وخلاص الدنيا كلها اتظبطت، الدنيا كلها بقت حلوه وبدات امشي بقى في السكه بقى، ان انا هاخد بقى توفل واخد سات 2 مش عارف ايه والكلام ده. وخلصت تانية ثانوي ووصلت بقى ان انا خلاص انا في الصيف اللي هو قبل الادميشن على طول. ساعتها بقى سمعت عن نانسي سمير سكولارشيب ورحت قدمت. أه والله اعتقد يعني ان انا لما بفكر في الموضوع دلوقتي مش عارف هل انا بايزد بالفكره اللي في دماغي ولا ده فعلا حصل، بس بشكل او باخر اعتقد ان انا جزء كبير من اللي خلاني اقدم على انسي هو فكره برضو فير اوف ميسنج اوت، او برضو فكره ان انا عايز ابقى احسن واحد. انسي دي مم. اكتر حاجه سيلكتيف تقريبا في البروسيس كلها. انسي صغيره قد تكون سيلكتيف اكتر من الجامعه نفسها اللي احنا بنقدم عليها ده بالنسبه حقيقي. للبول اللي بيقدم والحاجات دي. فقلت خلاص هات لي اصعب حاجه في السكه دي كلها وانا اعملها بقى. هات لي مم. اكتر حاجه محتاجه ايفورت، واكتر حاجه لما اخدها الناس هتشاور عليا تقول هو ده اللي عمل كذا وانا اروح اعملها. بس فرحت ساعتها وقدمت وعديت بقى من ابلكيشن بروسيس، وبعدين عملت انترفيو تانية، وبعدين استنيت شويه لحد ما ردوا عليا يعني واي جات اكسبتد. بس اتقبلت ومشي بقى، خلص الموضوع بقى ميسلينيوس بقى واصلا يعني انا لحد النهارده انا فعلا ما اعرفش انا ايه اللي خلاني اقدم على بن. يعني انا على فكره بن مش شبهي خالص، ده مش شخصيتي يعني. انا شخصيتي الحقيقيه بقى اللي هي ظهرت لما خرجت من المدرسه، ولما مريت بصدمه الموفينج اون من المدرسه، ولما مريت بصدمه الكوفيد، ولما مريت والكذا حاجه اللي حصلت اللي خلتني استكشف نفسي وافهمها اكتر. دي اللي عرفتني ان انا فعلا انا اللي هو انا علي. انا مش عايز الحاجات اللي هنا دي. انا مش بارتي بيرسون مثلا. بن مم. بيج بارتي سكول، هيوج بارتي سكول، الناس يا. بتبارتي فوق وتحت في كل حته في الشارع. أم، انا بحب جدا البيرسونال كونكشن مع البروفيسورز ومع زمايلي مع اصحابي. بن الكلاس فيه 2500 واحد والمحاضرات اللي انا باخدها فيها 200 300 واحد. بيرسونال كونكشن ايه اللي هتاخده ده؟ انت صباح الفل يعني. مم. حاجات كتير زي كده يعني. انا كنت حابب ان انا ابقى قاعد في كامبس منعزل عن السيتي. دلوقتي انا قاعد في اكتر كامبس urban تقريبا في ايست كوست لان احنا حرفيا قاعدين في الشارع. احنا قاعدين مم. قاعدين يعني حاجه كده عامله زي NYC شويه يعني، بس يمكن اخف سنه يعني. مم. آم، فانا اكتشفت ان انا بقول لك يعني اللي يضحك يعني ان انا اللي خلاني اقدم على بين اصلا ايه.
ان اونتي ساويرس بيدوا السكولارشيب لاربع جامعات: بان وهارفارد وستانفورد وشيكاغو. فانا اللي اخد الانسي معايا مروان صاحبي، قعدنا مع بعض انا وهو واتكلمنا. يعني انت دلوقتي احنا مش هنقدم على نفس الحاجه ايه دي عشان ما نقفلش على بعض، فانت هتقدم على حاجه انا هقدم على حاجه تانيه. مم. فقال لي ماشي. فاول حاجه خالص قلناها هارفارد نيد بلايند. فانسي لما اقدم بيها مش هتكونتريبيوت ماتش تو ماي تشانسز، لان كده كده هم نيد بلايند، فالفلوس مش هتفرق معاهم قوي. فقلت خلاص مم. يبقى خلي هارفارد على جنب. فبقى بان وستانفورد وشيكاغو. فمروان قال لي انا عايز اقدم على ستانفورد، وهو كان فعلا الموضوع في دماغه وبتاع، وقلت له خلاص توكل على الله، انا مفيش حاجه انا مش موضوع يعني مش فارقه يعني. فبقى مم. قدامي بين شيكاغو. فقلت شيكاغو فيها شويه الفايبز بتاعت النيردز الى حد ما، الناس اللي ليهم في الاكاديميا مش عارف ايه. فقلت خلاص يبقى شدي ارقام، بقى لي واحده. فهو كانت اليمينيشن بروسس، خليت عندي جامعه واحده في الاخر. وقلت خلاص على البركه، رحت مقدم. اي جات اكسبتد، لان بان من الجامعات اللي بيموتوا في الفلوس وبيموتوا في الناس اللي بتدفع يعني. فطبعا جزء كبير طبعا يعني، مش انا ما اتقابلتش بشكل كامل بسبب الفلوس، لان في ناس برضه بتحب تبص للموضوع بالشكل ده، يقول لك انت اتقابلت عشان معاك فلوس. طب ما انا اللي جبت الفلوس دي لنفسي، وما حد دفعها لي يعني. فهي مم. فكره انه انا اكيد حطيت ايفورت. انا فخور بنفسي الحمد لله، وبحمد ربنا جدا على اللي حصل، على الرغم من ان انا مش حابب البروسس. بس وان كنت انا محطوط في البروسس غلط، بس انا حطيت ايفورت وربنا جازاني على الايفورت ده بشكل او باخر يعني. مم. بس فساعتها كان الموضوع، قدمت على البلان. اي جت اكسبت ايرلي ديسيشن على ديسمبر كده يعني، مم. ديسمبر 2018. وبس. ومن ساعتها بقى والدنيا ماشيه يعني. خلصت المدرسه، بدأت بقى بعد ما خلصت المدرسه دي بدأت الرحله بتاعت هو ايه اللي كان بيحصل. هو ايه الدوشه اللي حصلت الفتره اللي فاتت دي كلها يعني. مم. فدي الفتره اللي مليانه كونتنت يعني. بس انا حابب اسمع منك الاول، لو عندك يعني اي اسئله على اي حاجه على الفتره اللي فاتت دي، عشان نرجع لها برضه قبل ما نكمل يعني. اكيد طبعا. انا كده كده كنت عايز بقى ايه نتكلم في شويه امم. ريفlections دلوقتي، واسئله كتير امم. اكشلي عندي. اوكي. طبعا يعني حاجه من الحاجات اللي انت فضلت تكررها كتير 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 هي مش فارقه. يلا، الناس بتعمل كده. آه ده اللي المفروض اعمله. تمام. آه الكريمه يعني بتاع النهارده اللي قعد و... وقعد يرفلكت، وقعد مع نفسه وقعد يفهم ايه اللي كان بيحصل الفتره دي كلها. آم، وشايف ناس كتيره قوي زيه، شايف ناس كتيره قوي في الوضع اللي هو كان فيه، بتمر بنفس المشاكل بالظبط، وبتقع في نفس الغلطات بالظبط. يعني انت حابب تقول للناس دي ايه دلوقتي، اللي فعلا في نفس البوزيشن دي وبتسمعنا؟ انت مش المفروض تعمل حاجه. انت ما فيش حد جايب لك. الحياه ملهاش مانيوال، الحياه ملهاش ستيب باي ستيب جايد. يعني انت مش زيك زي بقيه الناس، انت شخص فعلا فعلا مميز. مش قصدي بقى اللي هو البوزيتيفيتي السخيفه اللي هو كلنا حلوين وكلنا جمال، لا عادي، انت ممكن تكون وحش في حاجات كتير، بس انت مميز ستيل. انت بني ادم، ما ينفعش ان انا احطك جنب واحد تاني من المدرسه واقول ان ده هو ده، ان الشخص ده هو الشخص ده، لان انت اتربيت بشكل معين. اهلك كانوا بيعاملوك بشكل معين. عندك عقد نفسيه مش عند غيرك على فكره، وده على فكره بيميزك برضه. انت فاكرها حاجه وحشه، بس كل العقد النفسيه اللي عندك وكل الحاجات اللي مضايقاك او كل الحاجات اللي انت شايفها في نفسك ممكن تكون عيوب، هي كلها areas of improvement. يعني انا بشوفها كده، انا بشوفها، بحب افكر في موضوع ان كل واحد بينزل الدنيا بياخد باكج وهو نازل. انت لحد سن 8 سنين 7 سنين انت بالكاد كونشس، انت سيمي كونشس كده، انت ماشي بالحب يعني. مم. فانت على الرغم من ان اللي بيحصل لك وانت طفل بيأثر جدا في حياتك قدام. ف... مم. فانت زي ما تقول يعني هو جزء من رزقك، فاهم؟ انت رزقك في حياتك فلوس واولاد وعيشه وتروما. انت ليك تروما بتاعتك هتاخدها وانت صغير، او بشكل او باخر بقى هتطلع بقى عندك بتخاف من كذا، بتعقد من كذا، بتحب كذا اكتر من كذا، بتكره كذا، علاقتك بباباك كانت عامله كذا، علاقتك بمامتك كانت عامله كذا. وكل دي حاجات انت مش بتتحكم فيها، ولكن هي بتبقى بتعيش معاك تحديات تشتغل عليها. وعلى فكره مم. الحاجات السلبيه اللي في نفسك اللي انت فاكرها عيوب، هي بشكل او باخر دايما ليها بوزيتيف سايد افكت على جزء في حياتك انت مش شايفه. مم. الشخص البرفكشنست اللي بيتضايق ان هو عايز يظبط كل حاجه 100 100، مش قادر يستحمل ان هو يغلط، ومش قادر يستحمل ان هو يعمل،
بيبقى مفيد جدا لما تحطه في environment معينه يقدر ان هو يشتغل على تاسك معين محدد، يبقى عنده القدره ان هو يبرفورم فيه في اعلى مستوى. بيبقى مم. مفيد جدا لما تحطه في بيئه ما تخليهوش anxious، ما تخليهوش متوتر، يعرف ان هو يشتغل براحته، ان هو مم. بينتج احسن ما عنده وهو مش متوتر كده يعني. فانا اللي قصدي اقوله ان انت فعلا مميز بالحلو والكوت ان كوت وحش اللي فيك، لان انت بني ادم مميز. فانت ما ينفعش انك تفترض ان كل الناس اللي حواليك دي طالما هي بتنجح في حياتها بشكل او باخر ان انت محتاج تعمل زيهم عشان تنجح زيهم. طب هنا يجي سؤال عندي، ودي مشكلة أنا لحد دلوقتي يعني actually مش قادر ألاقي لها، أو بحاول ألاقي لها على إجابة، وطبعا أكيد يعني I've made progress طوال حياتي، بس still مش قادر أوصل لإيه، إجابة صلبة في إيدي. فكرة إن أنت دلوقتي أنت بتقول للناس ارتاحوا اهدوا ما تعملوش حاجة، إزاي أعرف أفرق ما بين السعي، خلاص إني أسعى ورا حاجة، والرضا بالقضاء أو باللي هيحصل لي بعد ما أنا أسعى؟ يعني الفكرة دلوقتي أنت بتقول جماعة اهدوا واقعدوا وما يعني اهدوا على نفسكم، ما تعملوش وما تسووش. بس لو احنا فكرنا في الموضوع فعلا، كل واحد فينا في الأيام اللي احنا كنا بنقدم فيها آه، يعني لسبب ما أو الآخر، ال 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 عدم الهدوء أو الاضطراب اللي إحنا كنا فيه ده، أو إن إحنا طول الوقت كنا عمالين نجري، نجري، نجري ومش بنوقّف، أكيد ساهم في إننا اتقبلنا في منحة كذا، أو عرفنا يعني نخبط في شخص معيّن، أو عرفنا نوصل لحاجة مثلًا زي CCC، أو أنت بنفسك قُلت أنا اترفضت مرّة و2 واتقبلت في التالتة، أو اترفضت مرّة و2 و3 واتقبلت في الرابعة، أو. فإزاي منين نفصل ما بين السعي، ومنين نفصل ما بين إن إحنا خلاص اهدى، استنى كده في المكان اللي أنت فيه، و و وأنت نصيبك هييجي لك لحد عندك؟ سؤال رائع. بص، انا بفكر في الموضوع ان هو يعني انت نصيبك مش هيجيلك لحد عندك ولا حاجه. انت لو قعدت في اوضه مقفوله وقعدت تقول انا هسافر انا هسافر انا هسافر بس انا مش هضغط على نفسي، اكيد مش هتعمل اي حاجه. ويمكن ده على فكره اللي انا عملته. يعني انا بعد ما جيت الجامعه هنا وحاولت اغير من التجربه اللي حصلت الفتره اللي فاتت، بدات اقول لنفسي ايه، طب خلاص احنا هنهدي بقى، طب خلاص بالراحه. فلقيت الجي بي بيقع، فلقيت ان انا مش مبسوط برضه. يعني انا ما عملتش حاجه كده، انا كده هديت الدنيا وحسيت ان انا ما بعملش حاجه وخلاص. فاهم؟ بس يعني worst of both worlds، يعني انا ما استفدتش بحاجه يعني. إمم. فانا شايف شخصيا ان هو الموضوع كله ما فيهوش ان انا بقول للناس بالراحه او فكر تاني او كذا. انا مش قصدي ان انت سيب شغلك واقعد شهرين بتفكر هو انا عايز ايه من الدنيا. ما هو اللي بيفكر هو عايز ايه من الدنيا مش هيعمل حاجه. زي الواحد اللي راكب عجله ومش عايز يتحرك، هو واقف عمال يفكر هو انا هحرك العجله ازاي، وانا هركبها ازاي، وانا مش عارف ايه. وكل ما يجي يتحرك خطوتين يروح واقف ونازل يقعد يبص عليها. طب ما انت عمرك ما هتتحرك كده. بس انت إمم. لو انت مايندفول وانت راكب العجله وبتبدل وبتحافظ على توازنك وواخد بالك من كل التكنيكاليتيز دي، وانت كنت مايندفول بفكره ان انا رايح فين، انا راكب العجله دي موداني في انهي داهيه، ما انا مش هينفع افضل ماشي كل همي ان انا اسوق صح اسوق صح اسوق صح، وفي الاخر انا نفسي وقعت من فوق جبل. انا إمم. انا انا لازم ابقى واخد بالي الخطه فين. فانا شخصيا اللي بفضل ان انا اعمله، بس ده برضه ممكن يكون حاجه بتسوت شخصيتي انا، لان انا شخصيتي انا يعني تايب ايه وبهايبر فيكسين على حاجات وباوفر انالايز الحاجات اكتر من اللازم يعني. فانا اللي بيفيدني انا شخصيا ان انا بحب اخد بريك على فترات محدده، ان انا مش هستغرق في التفكير طول اليوم، عشان لو عملت كده انا حرفيا هموت ومش هتحرك والتوتر إمم. هيقتلني. فانا بعملها بشكل منتظم. انا قررت مثلا ان انا عايز ابراكتس رياضه معينه لفتره معينه، او قررت ان انا اروح الجيم عشان عايز اخس كميه معينه من الوزن، عايز اعمل كميه معينه من العضلات، ايا يكن بقى الجول يعني. مش هسيب نفسي للجول يسحلني، لان انا لو سبت نفسي للجول يسحلني هنسى انا كنت عايز الجول ده ليه، وهركز على طريقه الوصول للجول نفسه. فده اللي إمم. بينقل من الواي للهاو. لكن انا لو وقفت كل شويه وخدت نفسي ووقفت، بمعنى ايه، مش بمعنى ان انا عطلت حياتي، لا، انت ممكن تعمل كده وانت بتشتغل، انت ممكن وانت بتقدم على الجامعه وانت بتابلاي وانت في الادميشن بروسس وانت بتذاكر الاي سي تي وانت بتعمل كل الكلام ده، إمم. تقعد مع نفسك وتقول انا دلوقتي زي ما بشتغل على تطوير نفسي تكنيكلي عشان اعرف ابرسيد بالحاجه اللي انا عايزها، طيب انا كمان عايز اطور نفسي نفسيا وروحيا ومعنويا وابقى بفكر في اللي جاي كمان، وابقى بفكر في الاند بوينت بتاعتي، وهل هي فعلا صح ولا لا، واعدلها على مدار ما انا ماشي. إمم. فكانك
مسافر ومعاك ماب شايل خريطه في الشنطه وانت سايق كل حاجه، بس بتقف على بنزينه كل كام 20 30 40 50 كيلو، تقف وتطلعه وتتاكد انك ماشي صح بس، مم. علشان مش عيب ابدا انك تلاقي نفسك ماشي غلط فترجع او تغير مم. او تسويتش او اي حاجه، او تبيع العربيه وتروح ماشي. فاهم؟ في دايما حاجات انت مش شايفها، في دايما اختيارات انت مش قدامك، فانت لو مش بتقف وتفكر مش هتعملها. وانا شايف ان هو ده المعنى بتاع وان ليس للانسان الا ما سعى، انت بتسعى عشان خاطر ده. انا برضو مش مم. عارف هاو فار، يعني انا المفروض اتكلم بباك جراوند دينيه، بس انا بلاقي الكلام ده بيطلع معايا في الكلام لا العادي لا، يعني. براحتك اتكلم في اللي انت عايزه، مفيش اي مشاكل. زي الفل. بس فانا شايف ان هو ده المعنى بتاعها، مش المعنى بتاعها ليس الانسان الا ما سعى، يعني انت هتقعد تسعى وخلاص زي الحمار ماشي 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 ماشي. لا، انت معناها ان انت جودة السعي بتاعتك هي اللي انت هتحاسب عليها من ربنا والموضوع مش لازم يبقى روحاني قوي عشان تفهمه، او يبقى معناه المحاسبه اللي في الاخره. هو الموضوع مش لازم يتفهم كده. انت بتفكر فيها، بترفلكت على الدنيا. انت بقى نفسك لما تيجي تحاسب نفسك، خلي ربنا بقى هو القدوه الحسنه بتاعتك. معامله ربنا ليك، عامل نفسك زي ما ربنا بيعاملك. يعني انت مم. زي ما ربنا هيحاسبك على سعيك، ما تحاسبش نفسك انت كمان على حاجه غير السعي. انت مم. طول ما انت بتبوش وبتعمل اللي عليك وبتفكر، وجزء من انك تعمل اللي عليك مش انك تعمله على اكمل وجه، انك تتاكد انك عايز تعمله، ما ده برضو بتكونتريبيوت للسعي بشكل او باخر. ف... مم. فانت لو عملت ده هتبقى انت بتتحلى بالصفات الربانيه. يعني انت مش بتجلد نفسك بزياده، مش بتضايق نفسك وهكذا، وفي نفس الوقت قادر ان انت تقيم الطريق صح وما تخافش. يعني ما تخافش ان انت تسال، ما تخافش ان انت تبقى بتشك. شك في اللي انت مم. بتعمله، وشك في البروسيس، وشك في اللي انت رايحه، وشك في انت ماشي صح ولا غلط، عشان ما فيش حاجه هتوصلك غير الشك. انت مم. لو بقيت عندك ودي على فكره يمكن الكومن تريت ما بين كل الطلبه اللي كانوا في المدرسه، ان هم عندهم حاله يقين غير طبيعيه. هم مش مم. بيتساءلوا، هم مش بيتساءلوا، هي الحياه بتتعاش كده. ومفيش اصلا السكوب بتاع ان انا افكر هو مين اللي قال ان الحياه بتتعاش كده. فاهم؟ مم. ف... فهي فكره بشكل او باخر كده يعني. انا انا عجباني شخصيا قوي مش فكره الشك دي، وفكره ان الواحد يفضل يتساءل، يعني تو سام اب كده عشان برضه ابقى فهمت الفكره اللي انت بتحاول تقولها لي دلوقتي. هي انك بتقول الناس مش المفروض ان هي تقف وتتكاسل يعني خلاص تبطل عربيه ومفيش مشاكل وخلاص، رزقي هيجي لحد عندي. لا، انت المفروض تكمل سعي، ولكن في وسط السعي تحط كده زي تشيك بوينتس كل شويه. هل انا ماشي على الطريق الصح؟ هل انا ماشي على الطريق الصح؟ هل انا ماشي على الطريق الصح؟ ولو حسيت ان انت مش ماشي على الطريق الصح، على الاقل يبقى عندك الصدق مع نفسك ان انت تقول لا، انا المفروض اغير دلوقتي والمفروض اتجه لطريق تاني. تمام. هنا بقى يجي سؤال. انا شايف ان الموضوع خطر جدا ان انت تكون انت الوحيد بس اللي يعني بيشك وبيدي نفسه الاجابه كمان. تمام. كويس جدا ان الاجابه طبعا تيجي من عندك، بس في حاله ان انت قاعد في فاكيوم لوحدك او في بابل كده مع نفسك، وانت اللي عمال تفكر وتكلم نفسك، دي ممكن ما تكونش اكتر حاجه افكتيف، وبالعكس ممكن في اوقات توديك اتجاه مش الصح ليك. آمم تنصح إيه يعني، أو تقول إيه للناس اللي هي يعني في الstage دي هي وصلت already لإن هي بتشُك، بس مش عارفة تعمل إيه، مش عارفة توصل لإجابة إزاي، أو مش عارفة توصل أنا طريقي منين إزاي؟ والله هو انا دلوقتي في الستيج دي يعني انا إمم. بكلمك دلوقتي انا في الستيج دي، بس على ليفل تاني. يعني انا اكيد انا عديت مرحله ان انا افكر في الجامعات وافكر في ان انا هسافر ولا هقعد والكلام ده، بس انا حاليا في حياتي إمم. انا في اكتر فتره فيها uncertainty، والموضوع غير إمم. مريح على الاطلاق. والموضوع إمم. يمكن يبان وانا بحكيه كده انه اقف وشك وخلي بالك، بس هو الموضوع يا جماعه مؤلم. الموضوع مش ببساطه ان انا هقف. انت حرفيا انت بتمسح بالكومفورت زون بلاط الارض، انت بتطلع منها خالص وبتروح تقف وتقول انا بعمل ايه، هو انا صح ولا غلط، وتقيم إمم. نفسك. والنفس الموضوع ده بيبقى تقيل قوي عليها، انك تقف وتواجه نفسك وتقول انا غلط، او انا حطيت مجهود في حاجه 8 9 شهور واكتشفت ان لا، انت اكتشفت انها مش الحاجه اللي انا كنت محتاجها او الحاجه اللي انا كنت عايز اعملها. إمم. ف يعني انا اعتقد، والله انا بص، انا مش عايز اعمل فيها يعني الحكيم الواعظ، لان انا فعلا محطوط في نفس المشكله دلوقتي. بس يمكن الابروتش اللي انا بحاول اعمله انه مهما كانت الدنيا ملخبطه ومهما كانت الدنيا تبان ان هي صعبه، يعني انت اللي بتصعب على نفسك بقعدتك لوحدك زي ما انت قلت، ومش إمم. بس هتوصلك لاجابات غلط، بل احيانا هتوصلك لابروتش غلط في التعامل مع نفسك. فهتلاقي نفسك لو انت شخص
بتحب نفسك قوي مثلا وما عندكش وتصالح مع نفسك، ممكن توصل لمرحله انك تقول ايه انا زي الفل، ما هو الدنيا كلها حلو، وتوصل لحاجه غلط. إمم، لو انت إمم، شخص متعود يجلد نفسه زي انا كده للاسف، هتقعد مع نفسك وتقول انا اوحش حد خلقه ربنا من ساعه ما خلق سيدنا ادم، فاهم؟ إمم، وهتخش في دوامه بقى اللي هو طب انا ليه وحش قوي كده، طب انا ليه كده، إمم، وتخش في سيلف ديستركتيف بيهيفير بقى هيطول معاك كتير. وكان ممكن تتفادى كل ده لو انت بتتكلم مع حد. إمم، بالنسبه لي انا بقى ايه الحد ده؟ الحد ده بالنسبه لي مش بني ادم واحد يعني. لو انا في ريليشن شيب، لو انا ناوي معايا انسانه في حياتي عايز اتجوزها، معايا حد في حياتي انا ببني معاه حياتي، شريك حياتي زي ما بيقولوا، ما إمم، ينفعش هو ده يبقى الشخص الوحيد. لو انا ما عنديش حد زي كده، ما ينفعش يبقى اخويا هو الشخص الوحيد، ما ينفعش يبقى صاحبي هو إمم، الشخص الوحيد. هو كل حد بيديك حته من البازل، انت مش قادر تديها لنفسك، فانت بتقعد إمم، مع الشخص اللي بيحبك ده قوي عشان تتشارج منه وتحب نفسك. إمم، بتقعد مع اخوك الكبير علشان يديك نظره انت مش شايفها بحكم تجربه هو خاضها. إمم، وبتقعد مع الشخص اللي هو انا مؤمن جدا بالمنتور شيب. انا مؤمن ان اكتر حاجه اذتني في الجامعه ان انا ما كانش عندي منتور بشكل واضح، بالذات في اشرح لي الجزء. كريمة يعني إيه mentor؟ والله بص، من وجهة نظري منتور هو يعني الناس ممكن تكون بتفكر انه منتور ان انا الشخص اللي بيقول لي مثلا ماشي، انت الكلاسز اللي واخدها دي مثلا كويسه كمل، او انت روح قدم على الشغلانه الفلانيه او كده. بس هو منتور اكبر من مجرد تشانل بيديك opportunities او بيعرفك على حاجات. انا شايف ان هو حد بيبقى في المجال اللي انت بتستشيره فيه، هو عنده خبره، هو مر بحاجه انت ما مرتش بيها. هو يستحسن كمان يكون مر بصعوبات شبه اللي انت مريت بيها وعدى منها، إمم، بحيث ان هو يبقى قادر يديك انسايت انه انا جربت ده واشتغل. فهو من الاخر كده المنتور بالنسبه لي هو شورت كت، هو حد بيوفر عليك المجهود الكتير. وعشان كده انا من اكتر الحاجات اللي بحبها اللي انا عملتها في الجامعه ان انا بشتغل تي اي في كلاس، بسبب الحته دي، بسبب حته ان انا إمم، لا انا بفاليو قوي فكره ان انا اخد حد واقعده اقول له بص شوف انت كنت هتحاول A وبي وسي ودي، انا هديك ايه تخلصك من الموضوع ده كله، من غير ما تجرب انت بقى كل الكلام ده. وفي نفس إمم، الوقت هعرفك ليه ايه كان غلط وليه بي كان غلط وليه سي كان غلط، عشان تبقى استفدت بالتجربه الغلط من غير ما تضطر انك تاخدها وتدفع ثمنها بنفسك. إمم، فهي بشكل او باخر كده فكره ان انا محتاج منتور لصحتي النفسيه، اللي انا ممكن تسميه ثيرابيست، ممكن تسميه حد قريب منك. انا محتاج منتور لمجال دراستي، محتاج حد يكون في نفس مجال دراستي وابقى إمم، بساله. انا على فكره انا بعتبرك انت واحد من المنتورز دول، انا بكلمك في حاجات كتير وبسالك فاستشيرك في حاجات كتير متعلقه بمجال دراستي، وفعلا بلاقي ان انت بتقولي حاجات انا ما كنتش شايفها، لان انت حد اكبر مني متخرج، حد اوريدي خد تجربه كبيره. فلا انت لما تديني نصيحه مش هتبقى من الهوا، مش تبقى اي كلام، انت مريت بحاجه شبه دي قبل كده. إمم، وهكذا يعني. فانا شايف ان وجود الشخص ده في حياتك، او مش الشخص بقى، الاشخاص دي، في وجود الفيجر ده في حياتك يعني متمثل في اشخاص كتير، هيساعدك تبقى على الطريق الصح دايما، او تبقى في اكتر فورم قريب للصح يعني. لانك طول الوقت بتقول طب لو انت شايف ان انا غلطان قول لي، لو انت شايف ان انا بعمل حاجه غلط. والمنتور هو مش حد إمم، بيدعمك طول الوقت، هو حتى احيانا ممكن تحس انه بيهدك، بس هو مش بيهدك، هو بيقول لك اللي انت بتعمله ده غلط، ارجع خلي بالك حاسب واتش اوت. إمم، فهو بيبقى صريح معاك وهتلاقي ده يعني ويمكن احنا بنسميه اللي هو صاحب الجدع، صاحب الراجل اللي هو في ظهري. بس هو في إمم، الحقيقه هو بيشكل نوع من انواع المنتورشيب بالنسبه لك، الشخص اللي بيكلمك يقول لك انا خايف عليك انك بتعمل كذا، انا خايف عليك إمم، السكه الفلانيه دي هتوديك في سكه مش حلوه بسبب كذا او كذا. وانت بقى تاخد إمم. النصيحه ما تاخدهاش دي حاجه ترجع لك يعني. بس الفاليو بتاعت الفكر دي في حياه الانسان انا شايف انها بصراحه مهمه جدا، عشان نتفادى موضوع الايكو تشامبر اللي قلت عليه، وفي نفس الوقت علشان آه، ما نبقاش بنسمع صوتنا احنا بس، لان برضه مخك احيانا بيتعب فانت محتاج تسكت إمم. وتسمع شويه، مش بس تبقى بتتكلم يعني. definitely وبرضه حتة الmentor دي أنا باحس إن في ناس كتيرة ب ب ب عندها رهبة أوي من concept الmentor، اللي هو أنا لازم أدوّر على حد وأبعت له قصيدة أو أبعت له فاهم، اللي هو رسالة بشكل formal جدًا وأنا عايزك تبقى الmentor بتاعي. أنت لسه قايل من شوية أنا باعتبرك mentor، وأنا باعتبر يعني ناس كتير جدًا mentees ليّا، اللي هو أنا mentor ليهم، وفي نفس الوقت باعتبر ناس كتير جدًا mentors ليّا. يعني كذا مرّة بافضل يعني أنا كنت باتكلّم مع ناس صحابي من فترة، كل شوية باقول الmentor بتاعتي، الmentor بتاعي، الmentor بتاعتي، وكل مرّة بيسألوني مين ده، ويطلع شخص مختلف ويقولوا لي: "أنت عندك كام mentor يا عمر؟" واللي هو أنت إزاي يعني فكرة الmentor دي هو إيه ده أساسًا؟ عشان كده أنا كنت عايزك تعرّفه. واللي عايز أقوله هنا إن من وجهة نظري أنا،
لو في شخص انت بتحترمه وبتحترم طريقه تفكيره، او عارف ان هو يعني اي كلام هيطلع منه او اي نصيحه هتبقى لمصلحتك، لو كلمته مره واحده او كلمتها مره واحده، ده منتور. بس كده خلاص، مش لازم بقى ايه، ما في يعني ما فيش بروسيس، ما في، احنا مش بنقدم على يعني كونسبت طريقه او المينتاليتي بتاعت انا لازم اقدم على حاجه دي. حابب ان احنا نشيلها من دماغنا، ما فيش مشكله خالص. الناس كلها بالذات الناس اللي مرت بصعوبات زي ما كريمه قال زينا، بتبقى اكتر حاجه بتحبها تقريبا، انا من وجهه نظري اكتر حاجه بحبها في حياتي هو ان حد يجي لي يقول لي عمر ساعدني، عمر انا عايز واحد اتنين تلاته اربعه. طبعا لو عندي الكاباسيتي او عندي الوقت وقتها، ولو مش عندي هقول للشخص ده انا مش عندي، وخلينا نتكلم بعدها، او خلينا مش عارف ايه. تمام. فما تعتبروش اي حاجه من دي برضو ان هي ريجكشن، ولا ده قال لي لا وخلاص انا كده مش هكلم اي حد تاني. الموضوع مش كده خالص باي شكل من الاشكال يعني. اللي انا عايز بقى اسالك دلوقتي يا كريمه، ايه السمات بتاعه الشخص او الناس سواء كانوا منتورز او غيرهم اللي بتاخد منهم النصيحه؟ عشان دي برضو من الحاجات الصعبه جدا. يعني انت دلوقتي مش اي حد قدامك، مش اي يعني، في ناس تقول لك انا باخد نصيحه من البيست فريند بتاعي، والبيست فريند بتاعي الكاباسيتي بتاعه الصداقه هي ان احنا يا اما بنقعد مع بعض على القهوه، يا اما بنلعب كوره مع بعض، يا اما بنروح نلعب بلاي ستيشن مع بعض. فهو الشخص ده ممكن ما يكونش اساسا مهتم باي شكل من الاشكال، او عنده خبره باللي انت بتعمله، او يقدر يفيدك باللي انت بتعمله. فانا عايز اعرف ايه السمات او ايه الصفات، سواء كان اب ام اخ اخت صديق منتور حد زي ما انت قلت اي حاجه، اي شخص، ايه السمات؟ اول حاجه لازم يبقى الشخص ده بيريليت للحاجه اللي انا بقولها. انا مش هينفع يبقى عندي مثلا existential crisis اروح احكي لجدي، لو جدي ده عمره في حياته ما مر بحاجه زي كده. لو هو حد لما يبقى، ما ينفعش مثلا ابقى انا محتار في ان انا مش عارف اخش سوفت وير انجينيرنج ولا اخش يو اي ديزاين، واروح اسال خالي اللي هو شغال مستشار مثلا، فاهم اللي هو ايه اللي بيحصل ده. الموضوع مش بيميك اي سنس يعني. فانا شايف ان الشخص لازم يبقى بيريليت. اول حاجه الشخص انت، وده انت اللي هتقيمها بقى، انت اللي هتحسبها في دماغك. مم. وعشان كده انا بستغرب في ناس برضو. يعني انا طبعا ببقى مقدر ان الناس بتحاول تريتش اوت لاكبر عدد ممكن، بس انا في ناس بتخش تسالني اسئله انا فعلا، انا لو عملت ايه مش هعرف ارد عليك، فبضطر اقول له انا والله مش بفهم في الكلام ده، ممكن تسال فلان او فلان. والناس بتتضايق، انت ليه بتزحلقني؟ انا مش بزحلقك، انا مش عايز اخمك، بس انا مش عايز اقول لك حاجه انا مش فاهم فيها. ف... مم. ف... فهي اول حاجه ان يبقى الشخص يعني عنده تجربه مشابهه، مش لازم تبقى هي بس تجربه مماثله يعني. لو انت دلوقتي مثلا في خلينا نقول مثلا في جامعه ومش عارف تتخصص في ايه بالظبط، فانت اكتر ناس هتيجي في دماغك هي الناس اللي اوريدي عارفه تخصصها، او الناس اللي اختارت مجال. فتروح تسال ده وتسال ده وتسال ده لحد ما تعرف منه. فدي اول صفه، ان هو يبقى بيريليت الحاجه اللي انت بتقولها. تاني حاجه ان مم. انا شايف ان في ناس يعني لازم يبقى عنده ليفل معين من السوشيال انتليجنس، ودي برضو حاجه انت اللي بتقيمها يعني في الشخص اللي قدامك. ما تروحش تتكلم مع حد انت عارف ان هو هيفصلك او انت عارف ان هو مم. هيحبطك، لان مم. في ناس عندها قدره رهيبه ان هي تديسيبيت النيجاتيف انرجي دي لحد ما يخليك تكره اليوم اللي انت فكرت فيه تساله اصلا. مم. فبرضه دي لازم حته يبقى مهمه شخص جدا دي، بس كمل اه. لازم يبقى compassionate، لازم يبقى قادر يحسسك انه ما تخافش، كل حاجه كويسه، هنحاول مع بعض، هنفكر. مش يقول لك مثلا لا 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 فكك خالص، انت لازم تروح تعمل كذا، اللي هو جو بقى اللي هو ايه صناعيه، اللي هو مين اللي حمار لك كان شغال قبلي هنا ومش عارف ايه والكلام ده. فانت لا، انت لازم تروح لحد قادر ان هو يتفاعل معاك عاطفيا يعني. وانا من وجهة نظري اساسا اي حد بيقول لك لازم تروح اتجاه معين، ده بالنسبه لي ريد فلاج على طول. يعني بيقلقني، عشان انا التاني المنتورز عاده شخصيا لما باجي اختارهم بختار حد يديني نصيحه او يديني راي، ما يدينيش اتجاه اللي هو روح كذا. وعاده من سمات المنتور برضو من وجهة نظري اللي بلاقيها كويسه، هو يعني بيبقى عنده باحس إنه بيبقى في reluctance شديد أوي، أو اللي هو مش عايز بأي شكل من الأشكال، أو مش عايزة تدّيني الإجابة عشان عايزين إن أنا اللي أوصل لها بنفسي. تمام. فأوقات الإجابة بتكون شيء مهم، ولو أنا سألتهم عليها بيقولوا لي طيب خلاص رأيي 1، 2، 3، 4، بس خُد بالك عشان الcase بتاعتك ممكن تكون مختلفة عن الcase بتاعتي، أو ممكن تكون مختلفة عن مش عارف إيه. فتحس إن في دايمًا في يعني صدق شديد جدًا في النصيحة اللي بتتقال. بس كمّل، أنا كنت حابب بس إيه أقول أعلّق التعليق لا ده. لا، دي نقطة مهمة جدا، دي نقطة مهمة جدا، لأن فعلا يعني أنا يمكن عشان الناس ما تفهمش غلط، أنا لما كنت بقول إن المينتور شورت كات، أنا ركزت على نقطة إن هو لما بيقول لك على حاجة هو بيقول لك على ابروتش من الابروتشز، وبيفهمك هو ليه هو
ما نفعش معاه كذا وكذا ونفع معاه كذا لو انت حابب تستعمله. لكن هي فكره ان حد يقول لك اعمل كذا على طول، ده دايما فعلا بتبقى حاجه مخيفه جدا. ان هو يعني خلاص كده، هي فعلا الحياه كلها اجابتها في الاجابه دي. يعني هو مفيش طريقه ثانيه غير طريقتك. فطبعا لا، نقطه مهمه برضه. مم. يمكن انا شايف كمان ان الشخص لازم يبقى عنده نوع من انواع يعني دي يمكن حاجه الناس ما بتركزش فيها قوي يعني. بس انا شايف ان الشخص لازم يبقى باين ان هو يعني الشخص ما عندوش قابليه ان هو يفتي. يعني الشخص اللي تساله على حاجه يقول لك ما اعرفش، ده خليك معاه. يعني هو ده لما يكون عارف بجد هيفيدك جدا. بس انت ما تقفلش منه لمجرد ان هو بيقول لك لا انا مش عارف كذا، انا مش عارف كذا. لانه ده طبيعي ان الشخص يبقى من الاخر يعني يبقى عارف قدر نفسه، ما يبقاش فتاي، ما يبقاش هراي، ما يبقاش بيرغي وخلاص عشان يبقى بيدي النصيحه وخلاص يعني. بس مم. فدي برضو نقطه مهمه يعني. عظيم جدا. طيب انا شايف ان احنا كده يعني اتكلمنا او خدنا كتير قوي في الاكسبيرينس بتاع المدرسه، وكل ال دماغك كانت فين، والمنتال سبيس بتاعك كان فين، وكنت فين نفسيا، وكل البير بريشر اللي انت حسيت بيه والكلام ده كله. آم، حاجه من الحاجات اللي بتيجي كتير، او من الاسئله الناس دايما بتسالها، هو ازاي اقنعت اهلك انك تسافر بره، او هل اهلك كان عندهم اي تحفظات على سفرك؟ حابب انك يعني تقول لي الاكسبيرينس بتاعك في حاجه زي دي كانت ايه؟ بص انا لسه كنت بقول لك من شويه، اللي يقول لك ما اعرفش صدقه. فانا هقول لك حاجه شبه ما اعرفش دلوقتي. انا ما كانش عندي اي تجربه سلبيه مع اهلي على موضوع السفر اطلاقا. انا خدت كل الدعم المطلوب، خدت كل السبورت في كل الجوانب. قالوا لي اعمل اللي انت عايزه، ما حدش هيسالك على انت بتعمل ايه ولا فين ولا ازاي. بل ان انا يعني انا حرفيا يعني والدتي كانت معايا في كل خطوه من الخطوات، لدرجه ان هي في وقت من الاوقات لما انا كنت تعبان جدا 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 بعد ما خلصت سنه اولى، وكنت بفكر ان انا اصلا اسيب الدنيا كلها وامشي، رغم ان انا تكنيكلي ما ينفعش اعمل كده لان انا مرتبط بسكولارشيب ومرتبط بورق وعقود وحاجات زي كده. مم. الا ان هي في الوقت ده قالت لي انت شوف انت عايز تعمل ايه واحنا نعمله، شوف انت بتحس بايه واحنا معاك. فبصراحه لا يعني مم. كل الشكر والتقدير والاحترام لاهلي، والدتي واخويا هم اللي كانوا معايا في البروسيس دي كلها. آه فلا بصراحه انا بصراحه ما خدتش اي صعوبات في الموضوع ده خالص. يمكن انا اللي كنت يعني لو هتكلم عن دور الاهل في الموضوع، انا هتكلم عن دورك انت مع اهلك، مش دور اهلك معاك. لان انا ما عنديش خبره قوي في دور الاهل مع الابن او الطالب. لكن انا بالنسبه لي انا الغلطات اللي انا عملتها في حقهم، يعني انا شايف مم. ان دي اللي اثرت عليا بالسلب. ان مم. انا كنت خارج من المدرسه يا عمر بايجو بوست فظيعه فظيعه. انا مم. كنت شايف ان انا اللي هو ايه، عارف الشخص اللي هو مالك دنيا واخره، فاهم؟ اللي هو انا معايا كل حاجه، انا معايا مفاتيح الدنيا، انا بعرف اعمل ده وبعرف اعمل ده وبعرف اعمل ده. انا سافرت، انا عندي 18 سنه وسافرت، فاهم؟ اللي هو انا مم. صباح الفل يعني، انا جامد قوي يعني. والمدرسه كانت بتكونتريبيوت لحاجه زي كده برضو. وعشان كده انا بحمد ربنا جدا على الصعوبات النفسيه اللي حصلت لي في سنه اولى في الجامعه. لان انا لو ما كنتش اتكسرت، لو ما كانتش الدنيا جت عليا، الله اعلم كنت مم. هبقى فين دلوقتي. يعني الله مم. اعلم كنت هبقى بخرب الدنيا فين دلوقتي. فالحمد لله يعني إن ده حصل يعني. بس اللي حصل ساعتها من ضمن الايجو بوست سيمتومز، يعني ان انا بطلت اخد راي اهلي في اي حاجه، وتخليت بقى عن فكره المنتور شيب دي خالص من ناحيه الاهل مم. بالذات. ويمكن من ناحيه الصحاب كمان، لان انا قلت خلاص انا انا جامد فاكس يعني. انا يعني هو اهلي هم اللي كانوا سفروني، ما انا اللي عملت كل حاجه بنفسي، فانا هقف على رجلي وانا اندبندنت وانا. وكلمه مم. اندبندنت دي على فكره مفهومه يعني مظلومه معانا قوي والله العظيم، والناس بتطبقها بطريقه صعبه جدا. انت عادي يا جماعه تبقى اندبندنت ومحتاج مساعده يعني، ده طبعا. مفيش اي مشكله يعني. يا بس فانا اللي حصل مع ناحيه اهلي للاسف ان انا لما سافرت في سنه اولى لحد ما نزلت وينتر بريك اول سمستر، انا ما كنتش بحكي لهم اي حاجه بتحصل في حياتي. مم. كانت المكالمات سطحيه، عامل ايه، الحمد لله كويس، ايه الاخبار، كله زي الفل، كله جميل، كله حلو. بس مم. بنسبه كبيره يعني يوم ما احكي انا متضايق، حصل كذا مش عارف ايه، حصل كذا في كلاس، حصل كذا في محاضره. لكن مم. انا حياتي في الفتره دي على البيرسونال اسبيكت كان فيها حاجات بلاوي، مم. وبلاوي يعني بلاوي تهد يعني. وانا ما كنتش بحكي لاي حد خالص. وده اثر عليا جدا. انا متاكد ان انا لو كنت حكيت كانت الدنيا هتختلف تماما، وكنت هلاقي منهم دعم برضو كالعاده غير طبيعي الحمد لله يعني. ولكن للاسف انا غلطت وما ربنا عملتش ده. يخليهم. مم. فدي نصيحه لاي حد سافر يعني او هيسافر يعني. انا ما اعرفش انت تجربتك ايه مع اهلك، بس العيله مش دايما تكون الناس اللي مرتبطين ليك بالدم. انت شوف انت عيلتك فين، في انهي مم. مجتمع حواليك، وتمسك بيهم.
مم. وخد منهم الدعم اللي تقدر عليه، لان انت محتاج الدعم ده. ما تخافش انك تسعى تبعت لصاحبك، تبعت لاخوك، تبعت لباباك، لمامتك، خالك، لعمك، الشخص اللي قريب منك، السبورت سيستم ده. مم. ما تتكبرش عليه، ما تشوفش نفسك على الناس اللي كانت واقفه معاك وانت لسه ولا حاجه، لان انت مم. لسه ولا حاجه. دي المفاجاه بقى. مم. ف... فيعني لا يعني لازم موضوع انك تاسك فور هيلب ده، دي قمه الشجاعه ودي قمه الاندبندنس على فكره. ان انت قادر تروح، قادر تعترف قدام نفسك ان انت هتروح لحد يساعدك، لان انت عارف قدرات نفسك كويس قوي لدرجه انك عارف انك مش هتعرف تقوم لوحدك، فانت محتاج حد يزق معاك. فانا شايف ان دي حاجه ضروريه جدا يعني. وانا متفق 100% معاك. لحد النهارده انا بكلم ابويا وامي كل يوم، ويمكن كذا مره في اليوم. وناس كتير ممكن تقول انت متغرب، ما توجعلهمش دماغهم، ما تخوفهمش عليك، مش عارف ايه. انا متخيل ان انا لو ما كنتش عملت الكلام ده يعني علاقتنا كانت هتكون في مكان تاني خالص يعني. انا فاكر حتى ايام في مره كنت عملت حادثه، يعني كانت الحادثه من بره شكلها بيخض جدا، بس انا الحمد لله طلعت منها سليم يعني. اول حاجه عملتها يعني، اول حاجه على طول عملتها كلمت والدي، قلت له بابا حصل واحد اتنين تلاته، او بابا اول حاجه عايز اقولها لك انا كويس تمام. وحتى افتح الكاميرا يعني عشان تتاكد، وبطمنه وكل حاجه. بس حصل معايا واحد اتنين تلاته اربعه. فهي حتى الحاجات البسيطه زي دي، الخضه هي مش بسيطه طبعا، بس بتكلم اي حاجه، اي ايفنت بيحصل لي في حياتي ما بفكرش، بكلم ابويا وامي على طول. وانت زي ما انت قلت لازم نبقى مدركين ان مش كل الناس فعلا علاقتها احسن علاقه باهلها. وعادي ان اي حد يتكلم مع اي حد، المهم يكون في ناس سبورت سيستم ليها، ايا كان ده بقى صديق، عمتك، خالتك، اي حد في الدنيا، عمك، اي حد. المهم انت تعرف توصل له وتتكلم معاه، وما تبقاش انت قاعد لوحدك في الدنيا. نرجع تاني للحته بتاعت الايكو تشامبر، يعني فكره انك تبقى انسان لوحدك. والفكره ان انا وانت، انت قلت ان انت انتروفيرت في الاول. الناس الانطوائيه، انا بعتبر نفسي برضو انسان انطوائي الى حد كبير، و... و... او introverted بالانجلش. والموضوع ده اوقات لما الدنيا بتصعب بنقفل، بننسى ان في بني ادمين، وبنبقى بنقعد كده مع نفسنا تماما. ودي حاجه مخيفه ومقلقه، وممكن تؤدي الناس ان هي يعني تروح مكان مش احسن مكان ممكن يبقوا فيه يعني، بالذات طبعا نفسيا في حياتهم يعني. بس I think ان ده segue كويس قوي ان احنا نتكلم عن كريمة دخل يو بان. خلاص انا اتخرجت ودخلت يو بان. وزي ما انت قلت، انت you shed some light يعني على موضوع. انا دخلت ب... بنفخة شديدة قوي، وبعد كده اتكسرت. آم، طبعا كلام كبير، وحابب حابب ان احنا نتكلم اكتر عن الموضوع ده، وافهم ايه اللي حصل بعد ما سافرت. ايه بقى خلاص، عشان الناس بتفتكر انا سافرت اتقبلت في يو بان، اتقبلت في اي في، انا كده خلاص يعني. زي ما انت قلت، انا معايا مفاتيح الدنيا كلها. آه، فهمني بقى ايه اللي حصل. بص، مبدئيا لاي حد فاكر ان هو بعد ما يخش الجامعه او بعد ما يسافر او بعد ما يخش اي في ليج او سميها زي ما تسميها ان الدنيا هتفتح في وشك او هتبقى 100% جنه، انت اللي بتفكر فيه ده غلط 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 غلط. وارجع على التفكير ده في اقرب وقت، وكلم بقى ناس سافرت واسالهم عشان تعرف الدنيا ماشيه ازاي. اصعب سنتين في حياتي فريشمان وسوفمور يير في الجامعه، اصعب مم. سنتين بلا الاولى منازع بلا والثانيه. منافس، اولى وثانيه. حاجه يعني بصراحه، لا حاجه صعبه حاجه صعبه حاجه صعبه جامد يعني. ايه اللي حصل؟ بص يا سيدي، اللي حصل ان انا دخلت الجامعه بشويه جيفنز كده، ومن غير اي بريبريشن. انا ما كنتش متحضر نفسيا بنص جنيه. كان في بقى، عشان كده انت حتى الفورم اللي بعتها لي اللي قلت لي اكتب فيها عن الحاجات وكده، في حاجه انا كتبتها اللي هي الكالتشر شوك اللي مش هيقولوا لك عليها في البري ديبارتشر اورينتيشنز، اللي هو اي حد بيسافر بيبقى دايما في كده، سواء كان بقى في السفاره، سواء كان مع المنحه اللي مسافر عليها، سواء كان في المدرسه بتاعته، بيعملوا لهم اللي هو الاورينتيشن بتبقى قبل السفر دي، اللي هو خلي بالك من كذا مش عارف ايه. انا لحد النهارده الحاجات اللي الناس اتكلمت معايا فيها، اتكلموا معايا في ان الفيش مختلفه، لازم تاخد فيها، لازم تاخد ادابتر عشان تعرف تشحن لازم تاخد مش عارف ايه. والله العظيم دي فعلا يعني اقيم نصايح خدتها قبل ما اسافر، انه خلي بالك مش عارف الاكل مش عارف ايه، خلي بالك ان في بورك في اكل معين ما تاكلوش، كلام كده يعني، كلام يعني على عيني وعلى راسي صباح الفل. ماشي، انا معايا ادابتر عشان اعرف اشحن تليفوني قشطه يعني، بس انا مش دي اكتر حاجه هتاذيني يعني. مم. بص انا هحكي لك الجامعه بالظبط مشيت ازاي. انا
انا بحب احكي القصه دي قوي، يعني بحب قوي، انا بحب قوي اصلا اتكلم على نقط الضعف اللي كانت في حياتي. انا شايف ان دي اكتر حاجه انا فخور بيها، اكتر حاجه انا فخور بيها هي الاوقات اللي انا كنت فيها داون جدا يعني، وبحب اتكلم عنها جدا عشان اديها حجمها الحقيقي، وعشان الناس تعرف ان الموضوع كان قد ايه عامل كده يعني. انا لما سافرت، انا خرجت من مصر يعني، وسافرت، وكان عندي رحله شاقه وصعبه جدا. كان عندي 18 ساعه ليوفر في المانيا. ف... فانا الموضوع يعني كان صعب يعني. وصلت اصلا متبهدل يعني، وصلت اساسا الكامبس بتاع الجامعه خلاص يعني مش شايف قدامي يعني. دخلت ورحت، خرجت من المطار، ركبت تاكسي واتحركت. و... وبعدين قلت ايه، طيب احنا هنطلع على الجامعه دلوقتي، انا تليفوني ما فيهوش شبكه، مش عارف اطلب اوبر، مش عارف اعمل اي حاجه. فخدت تاكسي والراجل كتر خيره يعني خد مني اللوكيشن ومش عارف ايه، ووصلني على مكان الجامعه ونزلت. اول حاجه خالص، انا ما حدش قال لي يا جماعه ان موضوع ان انت تدي تip او تدي بقشيش ده حاجه معترف بيها في الدوله دي. فانا ما كنتش اعرف خالص الموضوع ده. فنزلت من التاكسي وبطلع الشنط وبتاع، والراجل فعلا تعب معايا، طلع شنط وشال شنط وحاجات تقيله يعني، انا مسافر من بلدي اول مره يعني وبتاع. وبعدين قال لي حساب كام وبتاع مش عارف ايه، انا قلت له حساب كام، فقال لي كذا، رحت دافع له، قال لي بس كده مفيش تip. فانا استغربت، قلت ايه المجاحه دي؟ فقلت له انا لسه جاي، انا ما اعرفش الكلام ده. قال لي يا عم امشي من هنا وغور وبتاع. ده كان اول ربع ساعه في بنسلفانيا هنا بالنسبه لي يعني. نزلت مم. وخدت الحاجه وطلعت الاوضه، فتحت باب اوضتي، دخلت حطيت الشنط، كان لسه الروم بتاعي حتى ما جاش، فتحت وحطيت الشنط، فرشت السرير، وقعدت اعيط. قعدت اعيط مثلا بتاع ساعتين، اللي هو انا بعيط عياط هستيري، انا مش عارف انا بعمل ايه. انا كل اللي بعمله ان انا عمال افتح جوجل مابس، ازوم ان على المكان اللي انا فيه، وزوم اوت وزوم ان على مصر، وزوم اوت مم. وزوم ان على المكان اللي انا فيه، وزوم اه. اوت وزوم ان على مصر. وقعدت والله العظيم ولا كانه فيلم، وقعدت اعيط عياط شديد يعني. واتصل باصحابي، كلهم مش صاحيين، كلهم نايمين، لان التايم ديفرنس، وانا واصل في ميعاد متاخر عندي، الناس كلها نايمه. اكلم كذا اكلم كذا، مفيش، فاهم. وانا كنت بكلمك عن موضوع ان انا يعني شويه انتروفيرتد والكلام ده. ف... فانا كمان اللي هو ما كنتش عارف ان انا مش عارف ان انا اخد بالي، فاهم، ان انا ازاي هتعامل مع الناس اللي حواليا، انا ازاي هميك نيو فريندز، مش عارف ايه الكلام ده يعني. مم. بس فقلت طيب خلاص، انا لازم ابدا اتحرك، لازم اتعرف على الناس، مش عارف ايه الكلام ده. مفيش بقى قدره على اي حاجه زي دي، لان انا فعلا منهار تماما يعني. مم. بس ده كان اول ليله والانهيار ده يعني. كان سببه ايه يعني؟ ايه اللي انت آه، كنت حاسس بيه وقتها؟ حسيت ان انا يا نهار اسود، انا سافرت بجد. فاهم. انا اه. انا انا سافرت بجد. وزي ما تقول كده مخي كان متسيستم ان انا لما اسافر الدنيا هتقف، الحياه هتنتهي، انا وصلت للاند جول، فاهم. فلقيت الدنيا لسه مكمله، ولقيت ايه ده، هو انا لسه بقى هطور من نفسي واتعامل عشان ابقى ابني حياه واعمل صحاب واعمل عيشه. فقلت يا خبر اسود، ايه اللي بيحصل ده، فاهم. الانجليش بتاعي متذبذب، مش عارف اتكلم، مش عارف الم من لساني على كلمتين على بعض. مم. اوكوردنس بقى للصبح، مواقف اوكورد، واحد اتنين تلاته ما ينتهوش يعني. مم. المهم، ما تقلقش، احنا البيس بتاع القصه هيسرع، انا مش هحكي اول يوم بس وافضل فيه طول القصه يعني. انا بس بقول لك قد ايه الموضوع بدا بدايه غلط تماما يعني. مم. بس يا سيدي، بعد كده آه، بدات بقى، دخلت في دوامه بقى ان انا مش عارف كسوشيال انتراكشنز، مش قادر، مش عارف، ما بعرفش. انا عمال اتكلم، انا مستغرب نفسي، انا عمال اسال نفسي، انا كنت زي الفل في المدرسه، ايه اللي حصل؟ هل الشخص اختلف؟ هل انا بقيت حد تاني؟ هل انا بقيت فجاه مش عارف اتكلم مع الناس، مش عارف اعمل صحاب، مش عارف اعمل كذا كذا. مم. الناس بقعد معاهم بيهزروا هزار انا مش فاهمه، بيتكلموا في مم. حاجات انا فعلا مش قادر اريليت ليها. الناس بتتكلم على جوكس وانسايد جوكس وحاجات كلتشر انا مش فاهمها. مم. مع بقى الضغط بتاع ان انا، انت لوحدك تماما، انت لوحدك تماما وشايف. وانا كنت بنزل اشوف الناس بقى كلها في الوقت بتاع الموف ان ده، كل واحد جاي معاه اهله وابوه وامه مش عارف ايه اه. وبيوصلوه، وانا ماشي حرفيا لوحدي، فاهم. انا ما اعرفش اي حاجه، انا معيش خط تليفون. انا عارف هي ماينر انكونفينينسز، بس انت حاسس ان انت محتاس، حاسس ان انت فجاه خرجت من كل اسبكت كان فيه نظام في حياتك، مم. ولخبطته وشقلبته تماما يعني. بس مم. الموضوع الكالتشرال اكسبيرينس ده كان صعب جدا. حاجات الناس ما بتبقاش واخده بالها منها، بس انت بتتكلم لغه تانية لاول مره يعني. لو انت ما كنتش بتتكلم انجلش في مصر، وده مش اغلب الناس، ما حدش بيتكلم انجلش في مصر باستمرار الا لو انت يعني في سبيسيفيك اوكيجنز يعني. مم. بتيجي هنا بتبدا تلاقي ان لا، الناس هنا بتفكر بشكل مختلف. كمان الستودنت بودي بتاع الجامعه عندي كان صعب، الناس كلها من ثقافات وحاجات
ما فيش بينها وبيني اي شبه. الانترناشونال ستودنتس عندنا مش كتير، ولو حتى واغلبهم اساسا مش ميدل ايسترنز، ودفعتي ما فيهاش ناس عرب كتير، فمش عارفه وهكذا يعني. فالموضوع كان ملخبط شويه. ما lack of mentorship على الناحيه الاكاديميه وعلى الناحيه الاجتماعيه بوظ لي الدنيا خالص. انا اخدت كلاسز غلط يعني، كلاسز مش بتكونتريبيوت للميجر بتاعي، خدتها في اول سمستر لان ما كنتش عارف المفروض اخد ايه وما اخدش ايه. ما كنتش عارف يعني فاهم. جبت جريدز وحشه في كلاسز حرفيا كانت سهله جدا، لمجرد ان انا كنت مش عارف اعمل ايه ومش عارف اتكلم ولا بارتيسيبيت في كلاس، ان انا خايف اقول اي حاجه اصلا. وده انترستنج قوي، عشان يعني احنا بنتكلم في ايفي، يعني احنا بنتكلم في جامعه مصنفه من احسن مثلا 10 جامعات في العالم كله، وما كانش فيها ريسورس بسيط جدا زي ده. وحتى لو كان فيها ريسورس ده ما وصلكش الموضوع، ما وصل يعني. امم تاني انا اللي عايز اقوله ان هنا انت اللوم مش عليك في حاله زي دي، في حاجه زي دي انت المفروض كان يبقى في حاجه تهيئك انك تعرف ايه الكلام ده بالظبط، او تعرف ازاي تتعامل مع المواقف دي. وتاني مفيش اي مؤسسه في الدنيا بيرفكت، سواء كانت في مصر او امريكا او احسن جامعه في العالم او مش عارف ايه يعني. كونسبت ان انا هروح الدنيا كلها تبقى مفرشالي على طبق من ذهب، دي مش حقيقيه خالص يعني. بس حابب اسمع برضه تعليقك على الموضوع ده. هو بص، انا لفتره طويله كنت بلوم نفسي، وكنت بقول انا اللي ما كنتش بريتش اوت، انا اللي ما كانش عندي كذا، انا اللي كنت مكسوف، انا اللي كنت قافل على نفسي. وبعدين لما ادركت بقى اللي انت بتقوله ده بعدها بفتره، بعدها مثلا بسنه سنتين، لقيت مم. نفسي بقول لنفسي طب هو انا واحد جاي من بلدي ما اعرفش حاجه عن البلد دي، وجاي جديد وطالب ومغترب وكذا وكذا. اقل ما فيها ان هم يبعتوا لي ميل يقولوا لي خلي بالك كذا كذا، فاهم. فلقيت نفسي لا، اللي هو انا ممكن اكون انا قفلت على نفسي شويه زياده، بس انا مش هينفع اعمل اللي كله على نفسي. وادركت ده جدا 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 لما اتكلمت مع اصحابي اللي في جامعات تانية، مم. الجامعات الصغيره الليبر ارتس، لما لقيتهم بيقولوا احنا جالنا شاتل خدتنا من المطار، احنا مم. جالنا ادفايزر عمل معانا كذا، احنا جالنا حد رتب لنا كل حاجه ودخل معانا لغايه الاوضه وفهمنا ناكل منين ونشرب منين ونروح فين. انا ما حصليش ده تماما، واعتقد ده انا بلوم فيه الجامعه بشكل كبير ولكن اكيد انا لو كنت ريتش اوت كان الموضوع هيبقى احسن شويه. بس انا ما ينفعش احمل نفسي عبء ان انا مغترب، وان انا مش فاهم حاجه، وان انا مم. تعبان، وانه كمان بقى انا اللي المفروض اتحرك 100% واعمل كل الافورت، لان ده مش منطقي يعني. طبعا بس طبعا. زي ما انت بتقول، انا كنت ده، ودي كانت اول صدمه يمكن كمان، اللي هو ايه ده، هو خلاص كده هو دي الجامعه، فاهم. ف فما فيش حد يقول لك مثلا ايه، عارف حاجات بسيطه، بس ما فيش حد يقول لك انت هتعمل خط تليفون من المكان الفلاني، انت مم. هتروح تشتري كذا. الاورينتيشن بتاعت الجامعه عندنا اللي هو الاورينتيشن ويك، كان كله بيتكلم على على مواضيع بقى اللي هو ايه، لما تشرب دون اوفر درينك عشان تعرف تروح. الكونسنت، خلي بالك ما اعرفش ايه الحاجات دي، اللي هو اصلا انا مش بفكر في الكلام ده اساسا يا جماعه، هو في ايه، فاهم. مم. وده كلام كان مهم بالنسبه لناس كتير يعني، وكويس ان هم عملوه طبعا، مفيد، بس مش مفيد لي انا، فاهم. وانا رحت الانترناشونال ستودنتس اورينتيشن كمان، مش بس الاورينتيشن الكبير، رحت الاثنين، وفي مم. الاثنين ما لقيتش حاجه تفيدني. كان كلام كله بقى ايس بريكرز، تعالوا نلعب كوره، تعالوا نلعب باسكت. يا عم انا مش عارف اكل واشرب، العب باسكت ايه والعب كوره ايه، انا فعلا متسوح. مم. فالموضوع كان تقيل يعني، وكان صعب، واثر عليا جدا في كلاس. انا بدات اندرانك فوت في كلاسز، يا لهوي مش قادر اوصف لك يعني بجد. اخدت مش هي الجريس كانش اوحش حاجه، بس كلاسز غلط ده عطلني مم. جدا بعد كده. ده مخليني حاليا انا جوني يجي وباخد كلاسز ناس بتخلصها السمستر اللي قبليه، وهكذا دايما متاخر بسمستر، فاهم. ف مم. فده طبعا عمل ازمه يعني. غير ان انا بدات بكلاسز مش سي اس اصلا، انا اول سمستر اخدت كورس واحد بس سي اس، والباقيين مم. كلهم مش سي اس، مش ستيم اصلا يعني، كلهم هيومانيتيز. ايوه. فانا دخلت دخله مش مفهومه يعني. بس يعني حصل بقى مشاكل بقى كمان على اسبكت بيرسونال في حياتي في الفتره دي في السمستر نفسه. وبعدين الموضوع فضل يتراكم من فكره ان انا يعني زي ما انت قلت كده بالظبط، ما كنتش بكلم حد فقفلت على نفسي. مم. كنت كل اللي بقول لنفسي ايه، انت الوحيد اللي بتعاني، انت الوحيد اللي غلط، انت الوحيد اللي مش عارف تقف على رجلك. يمكن اللي كان سلايتلي بيصبرني هو ان انا كنت بتكلم مع الناس صحابي اللي سافروا، بما انهم كانوا كتير يعني ما شاء الله من المدرسه. فكنا مم. بنتكلم بشكل يعني بشكل يوجوال كده كل يوم بتاع، ونقعد نتكلم عن الموضوع. بس بصراحه
الموضوع كان نيجاتيف، ما كانش بوزيتيف، ان احنا ما كناش بنتكلم نفكر في حل. احنا كنا إمم. بنتكلم نتريق على الناس هنا، نتريق على الطريقه اللي بيعيشوا بيها، بياكلوا بيها، بيشربوا بيها. نقعد نتريق على الطريقه اللي بيهزروا بيها، وفي الاخر انا الكلاون اللي قافل على نفسي وقاعد اتريق على الناس اللي بره هم عايشين حياتهم، وانا قاعد انا قافل على نفسي في الاوضه، فاهم؟ إمم. فجوكس اون مي يعني، انا ما عملتش حاجه. بس فكنت بقى فاهم. يعني انا مثلا من الطرق اللي كنت بادبت بيها، انا بحب فيفا جدا، بحب العب فيفا جدا. إمم. فرحت اشتريت فيفا على اللابتوب بتاعي وبس، وقفلت على نفس الاوضه وقعدت العب عشان عارف، لو يقول لك اللي بيشرب عشان ينسى، انا كنت بلعب عشان انسى، فاهم؟ اللي هو انا إمم. بلعب عشان انسى المجتمع اللي انا فيه ده ايه اصلا، وسيله هروب يعني. إمم. إمم. آه، قضيت السمستر الاولاني كده، انا بحاول ما افكرش في اللي بيحصل، بحاول عارف حاله دينايل وانكار تماما للموضوع، انه لا لا لا، مفيش حاجه، مفيش حاجه. وهكذا لغايه بقى مع تراكم المشاكل اللي حصلت زي ما بقول لك في حياتي على شكل بريست، ماليش دعوه بالجامعه اصلا. ف... فعلى ما جيت بقى نزلت مصر في ديسمبر اللي هو اول وينتر بريك، كنت واصل ليفل ان انا الموضوع بقى بيبقى نفست بشكل فظيع. انا بقى عندي انكزايتي شديده جدا، إمم. اكتئاب، ومش عايز اعمل اي حاجه في حياتي. إمم. طب بص، توتر بقى، نوبات بقى هلع وخوف وقلق وتفكير زايد في المستقبل، ومش عارف اتحرك ومش عارف اعمل، ودماغي مسوحاني. والموضوع فعلا كان شديد قوي يعني. آم، وبرضه انا حابه يعني، انا مش عايز اجو على تانجنت كتير، مش هطول في النقطه دي، بس اي حد يا جماعه بيمر بمشاكل زي كده لازم يبقى فاهم ان الحاجات دي مش بتحصل له هو لوحده، الحاجات دي موجوده إمم. وسط البشر، وسط البني ادمين، وبتحصل لناس كتير. وفي ناس كتير على فكره عندها توتر وعندها خوف وعندها تفكير زايد في المستقبل، انت مش لوحدك، انت بس إمم. ممكن تكون كل اللي محتاجه ان انت محتاج، زي ما يحصل لك اي مرض في جسمك بتروح لدكتور، ممكن تكون محتاج تروح ثيرابي وتتكلم مع حد بروفيشنال بالضبط. يحاول ان هو يساعدك بشكل او باخر، لان دي من الحاجات اللي فادتني جدا بعد كده يعني، لو ان كانت خطوه متاخره شويه بس كانت لازم تحصل يعني. ودي حاجة لازم يعني كمان I think بتصيب أكتر الناس اللي هي بتبقى type A's، اللي هي أساسًا يعني معظم الناس اللي عندهم tendency إن هم يسافروا أو حابين إن هم يسافروا بتبقى ناس طموحة، فبالتالي بتبقى ناس type A، فبالتالي برضه بيكون ناس قلوقة شوية أكتر، أو ناس عُرضة أكتر إن ييجي لها إنها تصاب ببعض من المشاكل دي. و وناس كتيرة أوي، أوي أعرفها من الناس اللي سافرت. مش معنى إن إحنا يعني إن الناس أُصابت بالمشاكل دي إن هي خلاص يعني حياتها انتهت، برضه لازم نحُط كل حاجة في وضعها يعني. وكل جامعة على فكرة برضه عشان أنا سعيد إن أنت اتكلمت عن موضوع الtherapy ده. كل جامعة فيها resource وفيها therapists أو فيها دكاترة نفسيين موجودين في الجامعة، يقدروا يتعاملوا ويقدروا يساعدوا الطلبة وببلاش على فكرة، لو احتاجوا إن هم يتكلموا مع الدكاترة دول لأي سببٍ كان. وكتير منهم بيكون متدرب إن هو يعرف يتكلم مع طلبة international. وأنتم ممكن بقى في الحالة دي يعني برضه tips كده، لو تلاقوا يعني هتحاولوا تدوّروا على الدكاترة اللي مثلًا ممكن تكون من ثقافات مختلفة، فيكونوا مثلًا هنود، يكونوا عرب، يكونوا middle easterns، يكونوا لاتينو أو يعني من جنوب أمريكا أو حاجة، يكونوا من ثقافات غير أمريكا عشان يكونوا آمم فاهمين إزاي يتعاملوا مع الثقافات المختلفة اللي مش أمريكية. بس يعني حبيت يعني أضيف الحتّة دي على كلامك، بس اتفضل يا كريم. لا، نقطة مهمة جدا بصراحة، وفعلا فعلا الموضوع ده بيفرق جدا، ان انت لو بس، انت بس لو حد قعد معاك وقال لك ما تقلقش اللي عندك ده طبيعي، ده في حد ذاته بيحل 50% من المشكلة اصلا. يعني انت اغلب جدًا. المشكلة بتبقى ان انت بتفكر مع نفسك، وانا ايه اللي حصل لي ده، وانا ازاي وصلت للنقطة دي يعني. وانا فعلا كنت هيلبلس جدا في فترات طويلة بسبب الموضوع ده، ان انا بقعد افكر مع نفسي. اللي تعبني مش الالم النفسي ولا المرض النفسي، اللي تعبني هو ان انا حاسس ان انا في حاجه غلط، ان انا حاسس ان انا إمم. بعمل في حاجه مش طبيعيه يعني. إمم. بس دي برضو كانت حاجه ميجر جدا في الفتره دي. وبعد كده دخلت في دوامه بقى، ووصل الموضوع اللي هو انا اصلا عايش ليه، هو انا اساسا بعمل ايه في حياتي، هو انا ايه اللي جابني هنا. طيب هو انا ايه الهدف من حياتي دي كلها، هو انا يعني خلاص كده الدنيا وقفت، هو انا كده حياتي هفضل واقف في النقطه دي قلقان وتعبان ومتوتر ومش عارف انام كويس. كنت بعض الايام ما بنامش بسبب إمم. ان انا مش مبسوط. و... إمم. وبسبب ان انا اتاخرت شويه في موضوع ان انا كونسلت ثيرابي والكلام ده، الموضوع كبر بقى وبدا يتفاقم وبدا يسوء. عشان كده كنت بقول للناس لو تعرف من بدري تروح تتكلم مع حد، ده احسن بدل ما تسيب الموضوع يكبر عليك، وفي الاخر يبقى المشكله تبقى مشكلتين وثلاثه يعني. بس بالضبط. وI think إن ده برضه سببه إن أنت نرجع تاني للنقطة اللي أنت اتكلمت عليها في الأول خالص، إن أنت طول الوقت يعني كنت بتُساق للنقطة دي من النقطة دي للنقطة دي للنقطة دي، وجيت في حتّة بقى أنت محتاج أنت اللي تسوق نَفْسك. وبس، فاللي هو طَب أعمل إيه بقى دلوقتي؟ يعني
ده الاحساس اللي جاي لي، بس طبعا تجربتك انت، وحابب انك تقول لي يعني. انا بالظبط الموضوع كان عامل زي ما تبقى بتلعب لعبه بتوتوريال وبعدين التوتوريال يتشال ويقول لك يلا العب. طب انا مم. اعمل ايه؟ فاهم؟ فهو الموضوع مم. كان كده بالظبط. انا كنت بروح اتكلم مع ناس ساعتها بقى كانوا سينيورز في الجامعه وجونيورز وكده، وبسالهم يا جماعه هو انتوا بتعملوا ايه؟ هو فين؟ هو عارف انا بدور على الليسته، فين الليسته التشيك بوينتس اللي انا هعملها؟ اللي انت متعود فالناس عليها، اللي هي كانت تشيك فالناس بوكسز، بدأ اللي هو روح ستيم، بعد كده روح سي سي سي، بعد كده اقدم على اون سي، بعد كده اي في ليج، خلاص انا كده قفلت اللعبه. بالظبط. مم. وبعدين ادركت بقى اللي هو ايه ده، هو انا بجد عندي 19 سنه وحياتي يعني لو ربنا كاتب لي عمر انا ما كملتش مثلا ربعها ولا تلتها، يعني لسه في تاني، يعني لسه في حاجات كتير قوي. يعني انا اللي عملته ده كان مجرد سنيبت صغيره قوي من حياتي. فكانت صدمه غير طبيعيه يعني. مم. والكلام يبان من بره، لو حد بيسمعه من بره، ان هو ايه ده ازاي يعني انت عايز تفهمني ان انت قدمت على الجامعه كلها وما فكرتش لحظه هتعمل ايه لما تسافر؟ والله ما فكرت. انا بكلمك بصراحه، والله ما فكرت. انا فعلا رحت واكتشفت ان انا ملطوط ومش عارف اعمل ايه، فاهم؟ بس يعني الموضوع فضل مكمل كده بعدها بشويه. انا القصه بالنسبه لي كانت دنس قوي في اول سنه ونص، وبعد كده الموضوع بدا ان هو ياخد بيس اسرع يعني. مم. المهم انه يعني بعد كده رجعت تاني الجامعه في السبرينج، وبدات اتحسن شويه نفسيا، بس كانت الدنيا فيها تخبطات اكتر. اللي ساعدني شويه ان الكلاسز اللي كنت باخدها بقت خلاص، بقيت ماشي على السكه بتاعت الكلاسز اللي المفروض اخدها بجد يعني وكده. الموضوع بقى الطف شويه. دخلت في دوامه بقى، هو انا ليه مش باخد انترنشيبس؟ هو انا ليه الناس كلها شغاله على نفسها وانا لا؟ هو انا ليه الناس كلها احسن مني؟ ايه هي دخلت في الحته دي الانترنشيبس شويه. يا؟ انك تاخد تدريب في شركه، يعني في المجال اللي انت مش لازم شركه يعني، بس تدريب في المجال اللي انت حابب ان انت تشتغل فيه بعد الجامعه، بحيث مم. ان هو يأهلك للورك اكسبيرينس، عشان بعد ما تخلص تبقى عندك من ناحيه عندك خبره، ومن ناحيه عندك حاجه على الريزومي برضه تعرف تقدم بيها على اماكن تانيه يعني. جميل. وعلى فكره لما بنقولها يعني لما يعني انا مبسوط انك سالتني على الديفينيشن، لان انا لما بقولها بالشكل ده، لما بنفرد الحاجه وبنطلع التعريف بتاعها، ما بتبانش ان هي خطر قوي زي ما احنا فاكرين، او ما بتبانش ان هي ايه ده انا معيش انت شايف يبقى انا معيش حياه، يبقى انا ما عنديش لازمه. رغم ان لا، هي مجرد ستيب لو انت جاهز ليها، او لو انت شايف انها مناسبه في حياتك تعملها. لكن انا فعلا في الفتره دي من حياتي كان همي الاول ساعتها ان انا ادركت ان انا بالذات بقى لما حصل موضوع كوفيد، لان انا اصلا ما كملتش الترم الثاني في الجامعه. انا نزلت الترم الثاني، نزلت في مارش نزلت مصر عشان كوفيد، وقعدت بعدها من مارش 2020 لغايه اغسطس 2021، قعدت حوالي سنه تقريبا. مم. لا سنه ونص قعدت سنه ونص في اه. مصر يعني. انا اخدت سنه ثانيه كلها في مصر، ما سافرتش اصلا. مم. و... وكان كله بقى اونلاين والكلام ده يعني. فطبعا مع دخول كوفيد الانزايتي اللي كانت عندي ضربت في 10، لان انا دلوقتي ما بقتش بس قلقان على حياتي الاكاديميه، بقيت قلقان على حياتي نقطه. انا ممكن اموت. فاللي هو الموضوع بقى صعب يعني. فادركت في اللحظه دي بقى، في اللي هو الصيف بتاع فريشمان يير، اللي هو كان في عز كوفيد بقى، وستي هوم ستي سيف والكلام ده، انه لا انا مش هينفع. انا بقيت في اسوأ حالاتي، انا مش عارف انام، مش عارف اكل، مش عارف اعمل اي حاجه، متوتر طول الوقت، خايف قلقان. لدرجه ان انا ساعتها قلت خلاص، طز بقى في الانترنشيبس، طز في الشغل، طز في اي حاجه. انا يعني انا دلوقتي اللي عايز اعمله في حياتي هو ان انا اطلع من اللي انا فيه ده باي شكل، باي ثمن. انا عايز ارجع تاني متزن نفسيا باي ثمن، لو هضطر اعمل ايه يعني. بس فبدات بقى رحله بقى بعد كده، ان انا كان وزني زايد قوي بسبب الجامعه برضو. باي ذا واي حاجه ما قلتهاش، بس انا فريشمان يير الايتنج هابتس بتاعتي في الجامعه كانت يعني لايف ستايل درفيل. انا حرفيا كنت باكل كميه اكل غير طبيعيه، وكله كان ستريس يعني، كله كان بسبب ان انا متوتر. فبروح اطلع غلي في الاكل، لان الاكل هو الفقره الوحيده في اليوم اللي انا مبسوط فيها. فكنت مم. بروح اكل بكميات فظيعه يعني. فبرضه لو حد لاحظ انه بيعمل كده يخلي باله من نفسه، عشان يعني يلاحظ ان هي ساين مش لذيذه يعني. وعلى النقيض برضه، على فكرة، في ناس بتروح وبسبب برضه ان هي متوترة جدا، و I think ان انا I tend to be الكامب ده، الكامب اللي هو بيخس بقى جامد جدا، اللي هو مش بياكل، او الاكل الايتنج هابتس بتبقى على الناحية التانية. انا بخس كتير من كتر التوتر ان انا مش قادر اكل. فبرضه الاتنين واحد يعني. صح صح والاتنين صح 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 جدا. equally concerning برضه، يعني التخن الزيادة، او ان الواحد ياكل بشكل abnormal، دي مش حاجة كويسة، او ما ياكلش بشكل abnormal definitely برضه مش حاجة كويسة. وعلى فكره انا اللي ادركته يعني، انا ساعتها كنت شايف ان ايه ده انا تخنت انا مش مبسوط. بس اللي ادركته ساعتها ان المشكله الاساسيه ما كانتش ان انا تخين ولا رفيع، هي المشكله الاساسيه كانت إن انا باكل ازاي. حتى لو بالظبط. اكلي اللي بالطريقه دي مش عمره يعني في ناس عندها ميتابوليزم عمرها ما هتتخن بالشكل ده حتى لو كانت زيي.
مم. فلو هم كانوا زيي وما تخنوش، هم ستيل عندهم مشكله برضه، يعني هم ستيل عندهم مشكله كبيره، لان الفكره في اللايف ستايل مش في الاوتكم، برضه السعي مش النتيجه، فاهم؟ فكره البروسيس بالظبط. نفسها هي اللي فيها فرق يعني. بس فادركت ساعتها ان انا بقى لا، انا وصلت لليفل معين من وزني ان هو كان مأثر عليا، ما كنتش بعرف افانكشن يعني، بنهج وانا طالع السلم بقى ومش قادر اتحرك، لان انا قعدت اصلا في الكورونا بقى 3 شهور ما بطلعش من البيت اساسا يعني. فالموضوع كان صعب، انا كنت ملتزم قوي بموضوع ستي هوم ده لدرجه ان انا ما كنتش بشوف الشمس يعني. فالموضوع كان سيء يعني. فبدات بقى ساعتها جيرني ان انا بدات اخس شويه، بدات ان انا اشتغل مع، وساعتها على فكره بقى برضو اللي ساعد هو ان انا ادركت قيمه المنتورشيب، لان انا ساعتها تواصلت مع واحد صاحبي مهند، هو بيرسونال ترينر يعني وكوتش. ده مش اعلان والله، بس ده كان حاجه لازم اقولها يعني. وهو فعلا يعني كان المنتور بتاعي بقى في حته الفيزيكال هيلث والكلام ده بشكل غير طبيعي، ومن غيره ما كنتش عملت كل اللي عملته. وساعتها ادركت قيمه مم. ان يبقى في ناس في حياتي بتوجهني بقى في الجوانب المختلفه دي يعني. بس دي كانت من الستيجز الفارقه جدا. دخلت سوفمور يير، اخدتها زي ما بقول لك كلها في مصر. الفتره دي كانت يمكن منمله كده شويه يعني، ملهاش ملامح مم. معروفه. انا كنت بس قاعد في مصر بذاكر وقاعد مع اهلي، قويت علاقتي باهلي جدا الحمد لله. ده كان من الحاجات اللي استفدتها وانا اللي اخترت بنفسي ان انا ما اسافرش. انا كان ممكن اسافر وادرس اونلاين من هنا من الجامعه، مم. وانا قلت لا، انا هرجع اعمل ايه وانا ما عنديش اصلا صحاب، والموضوع كله مش مستاهل وبتاع وكده يعني. مم. وساعتها قلت لا يعني. فالسوفمور يير يعني مفيش حاجه قوي تتحكي عنها غير بس ان هي كانت فيز قعدتها كلها في مصر. ويمكن الحاجه الميجر الوحيده هو ان انا ادركت ان بقيت بقى احاول افلفل حاجات تانية يعني. انا لقيت ان انا عندي اسئله كتير عن الحياه، فبدات اتعرف على مثلا حاجه زي الدين بشكل مختلف شويه. ان انا بدات اسال نفسي اسئله، طب هو انا بعمل ايه؟ طب انا دلوقتي انا مسلم من ساعه ما اتولدت، هل انا عمري بقى اتعاملت مع الدين ده بشكل يبقى فعلا يديله قيمه في حياتي، ولا انا كنت واخده حاجه على جنب كده؟ مم. فلقيت بقى ان انا لا، في اسئله كتير من اللي عندي اجاباتها موجوده في الدين بشكل او باخر. فلقيت ان انا محتاج ان انا اديله قيمه اكتر في حياتي، لان انا بدات من الاخر يعني اريديفاين البريورتيز. ان انا همي الاكبر دلوقتي مش ان انا اخد انترنشيب، انا همي الاكبر دلوقتي ان انا اعرف انا عايش ليه. الاسئله مم. كبرت قوي وتفاقمت قوي، فالاجابات كانت محتاجه تبقى اكثر قوه برضه يعني. فيمكن انا اكتر حاجه بحبها في السوفمور يير والسمر اللي كان بعديها هو ان انا مش هقول لك يعني ان انا خلاص بقيت بقى تقي وبقيت بعمل الحاجات صح 100% وبقيت راجل بقى يعني كده، لكن نظرتي لمعنى الحياه اختلف. ورؤيتي للحياه ما بقتش محصوره في انه ايه ده، انا هشتغل، انا هتخرج، انا هعمل. خرجت شويه بره الباترن بتاع التشيك ليست. ولو كانت التشيك ليست لسه موجوده، عمري ما كنت هفكر ان انا اعرف الدين او ان انا اعرف اي حاجه عن الناحيه دي من حياتي، لان كان مم. اهم حاجه دايما هو ان انا اخلص التشيك ليست. فده كان بصراحه كان شيء يعني مهم جدا في الفتره دي يعني. ويمكن اكتر حاجه برضو من الحاجات الجميله اللي حصلت ساعتها ان انا كنت بابلاي عشان ابقى تيتشر اسيستنت، ابقى تي اي يعني. والناس اللي ما تعرفش التي اي، انت بتبقى طالب عادي بس بتروح لكورس انت اخدته قبل كده، تشتغل مع البروفيسور بتاعه علشان بتشرح معاه، بتصحح هوم وركس، بتعمل امتحانات، الحاجات دي يعني. وانا زي كنت حابب المعيدين في مصر. جدا. بالظبط. بس بفرق ان انت بتبقى لسه في كليه يعني. بالظبط. اعتقد في جامعات في مصر بدات تعمل الموضوع ده، جامعه النيل فيها الموضوع ده، مم. والاي سي فيها الموضوع ده برضه. مم. بس فقدمت على كلاسز بروجرامينج كتير من اللي انا اخدتها عشان اتقبل فيها، واترفضت في كل مره قدمت انترفيو بقى، مش انترفيو، كنت بترفض على طول يعني. مم. وبرده دي من اكتر المواقف اللي في حياتي اللي بتبين لي موضوع السعي ده، ان انا فعلا حطيت افورت كبير قوي عشان اقدم، واترفضت فيها كلها. واللي حصل بعد كده ان قبل الدراسه بشهر جالي بروفيسور كنت واخد معاه ماده ما كنتش مقدم ان انا ابقى تقيل فيها اصلا، وبعت لي ميل وقال لي انا عايزك معايا كده، من غير انترفيو، من غير ابلكيشن، من غير حاجه خالص. مم. فهو يعني مش دايما يا جماعه الرزق بيجي من الحته اللي انت بص عليها يعني. وبيبقى احلى على فكره لما بيجي من حته كده مقفوله، انت مش شايفها اصلا، مش موجوده في الاطار بتاعك اساسا يعني. فانا شخصيا مقتنع انه رغم ان دي كانت حاجه مفيش كوزن افكت مباشر في الموضوع، بس انا مش بحب اتعامل مع خطه ربنا ان هي كوزن افكت، لان ده مش منطقي يعني. مم. انت الافورت اللي حطيته هنا مش لازم يرجع لك بشكل مباشر، ومش لازم تبقى زيي، مش لازم حتى يجي لك اوفر بقى من مكان تاني. طب ما عادي على فكره، انا لغايه النهارده انا بقدم على انترنشيبس في الصيف اللي جاي ده، ومفيش اي حاجه جات لي عادي يعني. ومش مم. لازم ان انا بقى السعي اللي حطيته ده ان انا قبل الصيف باسبوعين يجي لي شركه تقول لي انا هشغلك يعني. مش لازم الموضوع ينتهي بالشكل التراديشنال ده يعني. هو بس فكره ان انت لازم تبقى فخور بالسعي اللي انت عملته. انا لو ما كنتش اتقبلت في حاجه، ما كنتش المفروض ان انا ابقى قاعد اقول لنفسي انا وحش انا وحش. هو انا حاولت وما نفعتش خلاص، فاهم؟ فيعني موضوع التيشر اسيستنت ده كان من اكتر الحاجات اللي ساعدتني بقى في السمستر اللي بعديه، لما رجعت الجامعه في جونيور يي يعني. وبس انا مش عايز فانتاستيك.
في سنه ثالثه. انا مش عايز اكروت القصه، انا بس فعلا سوفمور جير ما فيهاش حاجه قوي تتحكي يعني. مم. وهو كان كل الحاجات المميزه فيها ان انا بدات اسال نفسي اسئله اكبر من اللي كنت بسالها قبل كده. الموضوع ما بقاش مم. متعلق بفكره انا هدرس ايه، هعمل ايه. لا، انا بقيت بسال نفسي انا فعلا عايش ليه، انا عايش لايه، مش بس عايش مم. ليه، انا ايه البريوريتيز اللي في حياتي. مم. وده هي اعتقد اول خطوه في سؤال الواي ده، ان انت محتاج تسال نفسك. مش لازم يبقى الموضوع وجودي بحت، انت ممكن تسال نفسك حاجات زي انا دلوقتي كمان كذا سنه لو قادر اخلي نفسي في مكان معين، هيبقى ايه المكان ده. مم. وهل انا ساعتها ده معناه ان اللي انا بعمله النهارده هيوصلني المكان ده ولا لا. لان انت مم. ده هو اللي بيحدد بقى انت ماشي صح ولا غلط. لان انت لازم تحط. عشان كده انا بحب اقول دايما ان انت لو ما عندكش ديستنيشن، لو ما عندكش تارجت عايز توصل له، في اي سكه هتمشي فيها هتبقى غلط، لان انت مش مم. عارف انت رايح فين اصلا، فكل سكه مم. غلط. مم. فانت لما تديفاين لنفسك حاجه معينه عايز توصل لها تبقى افضل بكتير يعني. بس وعلى فكره انا يعني الناس بتبقى فاكره دايما ان القصص دي لازم تنتهي الكمال بقى، الاتزان، الهابي اندنج، ان انا وصلت. انا بقول لك انا في الفتره دي في حياتي والله العظيم اكتر فتره انسرتن ومحتار فيها على مستوى البيرسونال والاكاديميك وكل حاجه بشكل غير طبيعي. ولكن هل انا راضي؟ وطبعا في حاله احسن من اول ما جيت الجامعه اكيد مليون مره، مفيش مقارنه اصلا يعني. بس ايه مفيش اللي يا جماعه اتغير بقى؟ الا ايه يعني. اللي اتغير؟ يعني انت في الاول كان عندك كل السيرتينتي اللي في الدنيا، انت دلوقتي مسافر على منحة في جامعة من احسن جامعات العالم، و... وما كانش فيه رضا، ودلوقتي انت ما عندكش اي فكرة انت رايح فين، وستيل بتقول انك راضي. ف it's kind of interesting. ايه اللي اتغير؟ والله انا شايف ان اللي اتغير ان انا ادركت ان الحياه ممكن تبقى وحشه قوي وصعبه قوي 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 قوي. فانا خلاص انا وصلت الليفل ان انا شفت وحش كتير قوي، لدرجه ان انا قلت لنفسي خلاص تولع الخطه وتولع التشيك ليست، تعالى نقعد بقى نشوف احنا بنعمل ايه يعني. تعالى م- نقعد نشوف احنا ايه اللي بيحصل. فاعتقد الفرق دلوقتي ان انا uncertain in my own terms. انا uncertain في حاجات انا اللي مختارها، انا اللي مختار بنفسي ان انا ابقى uncertain فيها. انا على فكره لو عايز ابقى certain الموضوع سهل قوي، انا هقعد اذاكر الكلاسز وهقدم على انترنشيبس كتير قوي لحد ما م- الحاجه هتظبط وش، هخلص الجامعه واروح اشتغل وخلاص الموضوع انتهى. انما انا م- دلوقتي بسال نفسي اسئله اكبر. هو انا اصلا عايز اكمل في الكمبيوتر ساينس؟ هو انا م- اصلا هعرف اشتغل فيها حاجه؟ هو انا هتبسط لو عملت؟ فالاسئله دي على قد ما هي نوع مختلف من الالم. هو الم ان انا مش يعني محتار، ان انا مش مستقر، ان انا مش ستيبل. وانا كتايب اي بيرسوناليتي اصلا ده صعب جدا بالنسبه لي، لان انا اي م- فانكشن ات ماي بيست لما كل حاجه بتبقى ان اوردر مظبوطه ومتظبطه. م. فالخروج من ده بيبقى مؤذي جدا، وعشان كده بضطر ان انا ما ينفعش اخرج طول الوقت. انا بخرج وبرجع تاني للكومفورت زون بشكل او باخر يعني. بس طب ممكن الناس تيجي زي تقول لك ليه بتعمل في نفسك كده؟ ليه ما تمشيش ورا يعني كل الناس بتعمله؟ علشان لو مشيت ورا كل الناس تعمله هتبقى ناجح بمعايير الناس، وهتبقى محقق اللي انت هتبقى محقق اللي الناس عايزاه مش اللي انت عايزه. انت في الاول وفي الاخر ايه اللي خلاني مش راضي وانا في الجامعه؟ ان انا ادركت ان I have fulfilled someone else's dream. مم. انا كنت ماشي ورا تشيك ليست حد تاني عاملها، او مجموعه من الناس عاملينها، او مؤسسه زي المدرسه هي اللي عاملاها، مم. وانا بقيت ناجح بمعايير المؤسسه دي. هل انا شايف نفسي انسان كويس او شايف نفسي انسان worth it؟ لا، لان انا بعمل حاجه لحد تاني، مش بعمل حاجه لنفسي. فدلوقتي انا ممكن اكون مش واصل لل 100% performance في السكه بتاعتي انا، بس هي السكه بتاعتي انا. هي عامله زي ما انت مثلا تعمل مشروع لنفسك والمشروع يفشل، او انك تروح تشتغل في مشروع عامله لك ابوك او كده يعني. زي ما انك تخش الكليه اللي انت عايزها مم. وما تنجحش فيها قوي، او تخش الكليه اللي ابوك عايزك يخشها وتنجح فيها بس انت مش طايق نفسك. هي نفس مم. نفس المبدا كده يعني. مم. و... ويعني لسه كنت بتفرج على مسلسل من كام يوم، مسلسل في رمضان اسمه مين قال. مسلسل لذيذ قوي بيتكلم على البيرنتنج ويعني الطريقه اللي بتتعامل بيها الاهالي مع اولادهم والكلام ده. هو بيناقش نفس القضيه. انت طول ما انت بتحاول تفلفل احلام حد تاني، مهما مم. كان الحد ده قريب من قلبك، مهما كان الحد ده انت ممكن تكون فاكره نفسك، حتى احيانا الموضوع بيبقى قريب قوي لدرجه انك بيختلط عليك الامر، هو ده اللي انا عايزه ولا اللي الناس عايزاه، وبيبقى صعب مم. جدا تفرق بينهم من كتر مم. ما هم داخلين في بعض يعني. بس صدقني اول ما تلاقي نفسك بتعمل الحاجه اللي انت عايزها هيبان، وهتلاقي نفسك مرتاح. مم. بس راحه مختلفه شويه، مش الراحه بتاعت ان مش الراحه المغريه بتاعت السيرتينتي بتاعت ان كل حاجه متظبطه وانا زي الفل وانا داخل انام وانا عارف ان انا ذاكرت كذا وعملت كذا وقدمت على جامعه مم. كذا. لكنها راحه من نوع انه انا عارف ان الدنيا ملخبطه، بس انا
واثق في البروسيس، انا عارف ان انا ماشي على سكه هتوصلني لشيء معين at some point، بس انا محتاج بس ابطل سربعه وابطل جري واتاكد ان انا طول ما انا بحط effort، طول ما انا مش واقف مكاني ونايم، فالدنيا بتمشي. وفي حاجه انا بحب افكر فيها قوي كمان، كونسبت انا بيساعدني جدا جدا في الفترات اللي ببقى فيها يعني داون، لان ده بيحصل كتير جدا الفتره اللي فاتت، ان انا بشك في نفسي وبشك في الكلام اللي بقوله لك دلوقتي ده، بحس ان هو اصلا اي كلام، انا بضحك على نفسي عشان بس اريح نفسي وخلاص. مم. فيعني من اكتر الحاجات اللي بتساعدني هي فكره ايمانيه شويه، لكن انا بشوف ان انا لو مفيش مني امل كانسان، انا لو مش هعرف اتحسن، انا لو مفيش حاجه اقدر اقدمها، لو انا خلاص كده انتهت حياتي وقفت، فانا ما كنتش هصحى النهارده، كان ربنا خدني عنده وكنت رحت بقى خلاص، خلصت ماي ديوتي، خلصت وانا مهمتي هنا خلصت. فانت مم. كل يوم بتصحى فيه من النوم، مش بشكل كليشيه بتاع اللي هو بقى appreciate every moment وكده، ماشي، بس انا قصدي انك انت كل مره بتصحى فيها من النوم فكر فيها ان هي فرصه جديده، هو انت بتاخد فرصه جديده، ان انت طب ما انت كان سهل قوي انك ما تصحاش يعني، وكتير قوي على فكره ناموا امبارح معاك وما صحيوش، فانت قمت، فطالما انت قمت يبقى انت في حاجه تقدمها. الحاجه دي بقى طول ما انت بتقدمها بالشكل اللي هو مناسب لشخصيتك انت وللكواليتيز بتاعتك، هتبقى مبسوط حتى لو كنت بتقدم 60 50%. مم. لكن لو بتقدم حاجه انت مش لاقي لها معنى، انت مش حاسس بمعناها وشغال فيها 100%، ولا عمرك مهما اشتغلت هتبقى ساتسفايد، لان انت جواك فراغ ما اتملاش، انت جواك مواهب ما استخدمتهاش، فانت بتحقق حلم حد تاني، وده اسوأ شعور في الدنيا يعني. مم. جميل جدا. كريمة، أنا يعني بجد بجد استمتعت جدا جدا بالكلام معاك. وكمية بجد حكم، يعني أي نعم، as much as الموضوع كليشيه شوية، بس بجد أنا حسيت، أنا شخصيا استفدت جدا كتير منك. وجميل في الموضوع، أنت قلت لي إنك يعني في مرة حسيت إن أنا المنتور بتاعك، والجميل في حاجة زي دي ان بحب قوي لما الموضوع يتعكس، بحب قوي ان انا اتكلم حد انا في يوم من الايام كنت منتور ليه، واتعلم منه كتير، وانا اتعلمت منك كتير جدا في الحلقه دي. وبشكرك بجد على كل الكلام اللي قلته، على مشاركتك للاكسبيرينس بتاعك بشكل انتمت جدا، وبشكل شخصي جدا، عشان مش كل الناس تقدر تعمل كده. وانا متاكد قوي ان ناس كتير قوي هتستفاد من الكلام اللي انت قلته ده. فبجد بشكرك على وقتك وعلى كل الكلام اللي قلته. والله يا عمر، انا يعني بجد بجد انا اللي بشكرك، انا بجد انا اتبسطت جدا ان انا كنت زي ما قلت لك قبل ما نسجل اصلا، ان انا في الفتره دي في حياتي انا في فتره ريفلكشن كبيره، وبفكر على حاجات كتير حصلت، فيمكن الحلقه دي والكلام عن الموضوع ده ساعدني اكتر، ان انا في حاجات انا حكيتها لك انا ما كنتش فاكرها قبل ما اكلمك اصلا فانا مم. افتكرتها وانا بتكلم يعني، فده ساعدني جدا، وانا متحمس جدا لفكره البودكاست بتاعتك عموما، وشايف ان هي يعني فكره في الجون بصراحه، ويعني مش عارف، انا شايف ان الناس فعلا هتبقى ثانكفul جدا اللي انت بتعمله ده، لان فعلا انا كنت بفكر دايما في فكره ان ليه مفيش بلاتفورم ان الناس تتكلم فيها على الحاجات اللي بيوند الورق والارقام والابلكيشن والكلام ده، وانت فعلا انت you strike this perfectly يعني، فبجد لا ما شاء الله، وان شاء الله الموضوع يبقى كويس، وانا فخور واتشرفت والله العظيم ان انا ابقى part of this project اصلا، الموضوع بالنسبه لي يعني it means a lot to me اصلا، فشكرا ليك برضو. الشرف ليا يا كريم. شكرا انكم خدتوا وقت من يومكم عشان تسمعوا الحلقه دي. لو الحلقه دي عجبتكم يا ريت تعملوا ريتنج، ويا سلام لو ريفيو ليها على اي منصه انتوا بتسمعوا عليها البودكاست. وطبعا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان ما يفوتكوش اي حلقه في المستقبل. ولو انت او انتي حد سافر وحابين تشاركوا قصتكم مع الناس، يا ريت تبعتولي على الانستجرام، وهيكون شرف ليا اني اتكلم معاكم. وبرضه لو تعرفوا اي حد شايفين ان قصته هتساعد الناس، يا ريت تقولوا لهم يبعتولي. مستنيكم في الحلقه اللي جايه يا اصدقائي. سلام.